انا كنت اول واحد في المجال ده انزل في الويدنج عجله الالوان الكالر ويل، انزلها سكرين شوت كده واقول انا عامل كالر جريدنج صوره الويدنج. الصوره دي عملت قلبان في المجال. ازاي ده عادي يحصل؟ 9 شهور وقفلنا، كان عليا مديونيه كبيره جدا، وكان جايه في اخر شهرين ماما كانت بتبيع لي الذهب بتاعي عشان ادفع الايجار. تطور المجال وسهولته بيطلع جيل خمول كسول. عايز اقول لك الموضوع ده قل جدا دلوقتي، ما بقاش موجود اصلا. انا بالنسبه لي الفوتو اديتنج ده هو اللي نقلني من حاله الفقر لحاله الغنى، فمحدش يقول لي ما تقعدش على الجهاز. فممكن والله يبقى صعب تروح حته تانية وتسيب دي تماما او تقفلها. على حس بقى الموضوع ده بدات اعمل كورسات بقى، ليه فضل عليه كبير قوي في ان هو اللي دخلني المجال. طب عايز اخد كورس، قال لي هتجيلي على القهوه الحصه ب25 جنيه. ليه بقى في حاجه اسمها ده احنا مكتب اديت؟ قلت خلاص انا مش هشتغل في المجال ده تاني بتاع الاستوديوهات، انا قفلت. ان انت تكون اديتور محترف في حاجه ده شيء، وتبني شخصيتك ده شيء تاني بقى خالص. الموضوع ده فارق في الشغل، مش بس ان انا بدخل فلوس كورسات. لا انا اترعبت، لا انا كده هيمشيني من المكتب. كان عندي كده حته ان ايه، لا انا بعمل لك 1 2 3 4 وده اللي انا هعمله وده اللي عندي. مستر هشام اتش، حبيبي يا فادي. اولا شكرا جدا ان انت قبلت الدعوه، اول بودكاست مع فوتو اديتور، فانا متحمس جدا النهارده. عندي كلام جداً واسئله بقى، يعني احنا عمالين نتكلم قبل ما نبدا تصوير، بس بجد اللي انا جاي لك فيه كتير ويعني هدفي النهارده عشان برضو تبقى معايا في الصوره. في ناس كتير جدا عايزه تخش مجال الفوتو اديتنج، في ناس ما تعرفش اصلا ايه الفوتو اديتنج، يعني صح. الفوتو اديت احنا بنعمله على الموبايل ولا بنعمله على اللابتوب؟ طب نستخدم انهي برامج؟ طب البرامج دي بفلوس يعني ولا هنجيبها منين؟ طب في اساسيات المفروض اتعلمها على اليوتيوب ولا اخد كورس؟ صح. وحاجات كتير قوي بقى. فخلينا نرجع بقى بالزمن خالص خالص خالص. هشام اتش مين؟ بدأ الدنيا ازاي؟ بدأ كان بيصور الاول وبعد كده قلب زي اغلب الناس ولا بدأ فوتو اديتنج على طول؟ فاحكي لنا بقى من البداية القصة بدأت ازاي خالص في حتة التصوير والفوتو اديتنج يعني. بص انا بدأتها تصوير برضو، بس انا نقلت الاديت بقصة ضحك. ان انا كنت نازل مزوغ من المدرسة، وكان معايا الكاميرا بتاعتي اللي بصور بيها واتسرقت. يعني انت كان معاك كاميرا بروفيشنال بتصور بيها في المدرسة؟ كاميرا كروب فريم فوجي، اول كاميرا جبتها. دخلت جمعية وجبتها ب500 جنيه، ومزوغين من المدرسة انا وصاحبي ورايحين المنتزه في اسكندرية. اسكندراني. ما تهزرش. انا اسكندراني. احكي لك انا الموضوع. طب قول لي كان سنة كام الكلام ده؟ لا الكلام ده كنت انا في اولى ثانوي. اوكي تمام. رحنا المنتزه عشان نتصور وخارجين، اتثبتنا. طبعا شباب اسكندريه الجميله طلعنا بمطاوي، ثبتونا واخدوا الكاميرا. بس انا طبعا روحت مودش لامي. طلعنا الكاميرا خلاص ما بقتش عايزها وبعتها. بس فاضطريت ان انا خلاص بقى انا عايز ادخل بقى ايه، خلاص انا ايه مش هكمل في المجال ده، انا هخش اديت. اوكي. بس كان عندك جهاز كمبيوتر؟ لا احكي لك بقى. انا عايز ادخل مجال الايديت، ما كانش عندنا جهاز كمبيوتر، احنا عيله يعني ايه الماديات مش افضل حاجه. اوكي. فتمام عايز ادخل مجال الايديت، هعمل ايه؟ صاحبي ده عرفني على حد كان صنايعي في استوديو. طبعا انت عارف الاستوديوهات اسمه صنايعي. اوكي. طب عايز اخد كورس، قال لي هتجيلي على القهوه الحصه ب25 جنيه. طب انا عايز لابتوب، هعمل ايه؟ كلمت ماما ايه استلفت لي لابتوب من واحده جارتنا عشان اروح بيه الكورس. اوكي. فخدت اللابتوب ورحت قعدت شويه، كان بقى شغل قص وسلكت طبعا وستيف بتاع الاستوديو. بس حصه في التانية، طبعا التالتة جارتنا خلاص بقى انتوا اللي انتوا باردين قوي. فبعد يعني 3 حصص كده عطلت. قلت خلاص مش مشكله. اللي كان بيديني الكورس قال لي طب اصبر لما اظبط الجهاز بتاعي بجيبك عند البيت. فضلت كده بتاع 2 3 نسيت الموضوع. بعد كده رحنا ايه رجعنا تاني استوديو بستيف مش عارف ايه. فضلت بقى اتعلم. كان وقتها كنت بتعلم الدمج. حلو. ما كانش بقى في حاجه اسمها فوتو اديتنج او الدور. انا كنت بتعلم الشغل بتاع الاستوديوهات. اوكي. اللي هو انا عايز اقص واركب، اسمه فوتو مانيبيليشن. حلو. اشتغلت شويه وقتها. انا بقى كنت شغال ايه بقى، كنت شغال ويتر. دي كانت شغلتي الاساسيه. ويتر بتنزل اكل اوكي. ويتر انا اول شغلانه مش بص انا من ابتدائي وانا بابا رميني شغال في. كنت اول شغلانه اشتغلتها مع انا بابايا نجار. حلو. كنت بروح اعدل مسامير كده. اوكي.
كنت بمشي في الشوارع انا وصاحبي، السلام عليكم، مش عايز حد يشتغل. دي يعني دي طفولتي. محدش يعرف عنك الكلام ده خالص يا دي طفولتي. اوكي. كنت بمشي في شارع لو مثلا حد اسكندريه بيتفرج علينا، شارع 45 محلات كلها بنعدي عليها، السلام عليكم، مش عايز حد يشتغل. اشتغلت في حلواني، اشتغلت في مصنع خل، اشتغلت في كل حاجه بجد. اوكي. فالشغلانه بقى اللي طولت فيها شغلانه الويتر. اول شغلانه اشتغلتها كانت فتح الله اللي في المنظره. كان في مش عارف بيقولوا بنيكه بتاعت غزل بنات وايس كريم. اوكي، عربيه غزل بنات الشكل اللي احنا عارفينه. فتح الله جوه، هي واخده بارتيشن. اوكي. كنت بقى في غزل بنات وايس كريم. الشغلانه دي كانت قعدت فيها كتير قوي. انا كنت من النوع دي، كانت في حاجه جوايا كده، بحب اتعامل مع الناس. كنت بفرح عايز ايس كريم مش عارف ايه وغزل بنات ووافل. قعدت فيها شغال فيها سنه. بعد كده بقى اشتغلت في ويتر في بيتزا كوين 2 فرع في ميامي. اوكي. بص انا قعدت في بيتزا كوين دي 6 شهور. كنت بقبض 800 جنيه في الشهر في الاول. الحمد لله، عشان انا شخصيتي طول الوقت كنت قيادي. بعد كده راح السوبرفايزر بقى مسكني. احنا عندنا صاله A وB وC. انا بيجي لي شباب، انا وقتها كنت 20 سنه. 20 الكلام سنه ده كليه ولا اتخرجت كنت لسه في ثانوي اصلا؟ 20 أنا سنه ثانوي ازاي؟ انا في سنه 5 سنين كنت في ثانوي. اوكي. كنت في سنه ثالثه متهيألي. اوكي. كنت ببقى ماسك ناس اكبر مني في السن، انا اللي ماشي الصاله. فبيتزا كوين دي انا قعدت فيها 2 اتعلمت بقى ان اتكلم مع الناس ازاي وهندل الناس ازاي ومش عارف ايه. كنت بقى وقتها 800 جنيه في الشهر، وبستنى التبس اللي هو طبعا. 5 جنيه 10 جنيه. كنت بدخل الحمام ده، كنت بدخل انضف الحمامات. لما ربنا كرمني في المجال، يعني دي لقطة انا ممكن ابقى اسيبها لك في الصور. لما ربنا كرمني في المجال ونزلت كده في يوم كده، نزلت جبت ايفون 13 برقم، فرحت بيتزا كوين قلت هصور في الحمام ده تاني. انا كنت بقى استنى 5 جنيه يا جماعه في الحمام. بس انا كنت بعاني، فكون ان انا عادي نزلت تجيب تليفون ب 40-50 الف جنيه. ازاي النقله دي يا اتش؟ ازاي النقله من حد اتمرمط بالشكل اللي انت بتحكي بيه دلوقتي ده، وبيشتغل ريتاتشنج على اكبر صور اعلانات في مصر، وماسك شغل بره مصر في الخليج، ويعني انا يعني متابعك يعني، فعارف البراندات اللي انت حاليا شغال معاها والسكيلز اللي انت وصلت ليها عشان تقدر تعمل ده. ازاي ده عادي يحصل؟ هو ده يعني هو هحكي لك اهو. بص بقى، الموضوع جه ان انا جيت سبت بيتزا كوين خلاص. قلت بقى انا خلاص بقى انا عايز اروح اشتغل شغلتي الشغلانه بتاعتي اللي بحبها. فاشتغلت في استوديو، سبت خلاص البيتزا كوين، انا مش عايز اشتغل ويتر تاني. ونزلت اشتغلت في استوديو شهر. صاحب الشغل مشاني، قال لي انت مش بتعرف تشتغل. وكنت بعجن الوش في الوستيف 4 في 6، وكنت بروح عيطت ثابت على نفسي. قال لي لا. فكان وقتها كنت خلاص اخر سنه 5 سنين صنايع. ريحت عشان خاطر اصلا الامتحانات وكده، فضلت قاعد 1.5 شهر مركز امتحانات وكده. بعد كده رجعت، والدي ساعدني في ان انا افتح استوديو. فتحت استوديو بتاعي، تصوير وكل حاجه، استوديو في اسكندريه. كنت وقتها برضو انا في رينج 21 سنه. الكلام ده كان في 2016. اسم الاستوديو كان ايه؟ كان اسمه ديفرنت استوديو. كنت فاتحه في حته كويسه، طبعا مفيش اكسبيرينس، انا عيل صغير. بابايا من النوع اللي هو كان بيسيب لي كل حاجه. 9 شهور وقفلنا. اوكي. بخساره ولا؟ بخساره طبعا. 9 شهور وقفلنا. كان عليا مديونيه كبيره جدا، وكان جايه في اخر شهرين ماما كانت بتبيع لي الذهب بتاعي عشان ادفع الايجار. الايجار وقتها في 2016 كان 5000 جنيه في الشهر، مبلغ كبير جدا. طبعا احنا كنا شباب صغيرين مش فاهمين بقى المفروض نعمل ايه ونفكر ايه ودي كان من نصايح حد كنا شغالين معاه في استوديو، نصحنا قال لنا ما تفتحوش في مكان غالي وافتحوا في مكان، بس معناش الكلام. سبت جانب الاستوديو انا متدمر نفسيا. رحت اشتغلت صنايعي في استوديو تاني عشان ادفع المديونات اللي عليا. وبعد ما خلصت المديونات اللي عليا قلت خلاص انا مش هشتغل في المجال ده تاني بتاع الاستوديوهات. انا قفلت بجهازي بشاشتي بكيستي قاعد في البيت. قلت بقى انا عايز اشتغل اول دور. دي بقى اللي كانت التحويل. الكلام ده كان في بدايه 2017. اوكي. هشتغل اول دور. ربنا كرمني. اول دور ده اللي هو بمعنى مصور هينزل يصور فرح؟ لا، هشتغل اول دور اديتور اول دور. وضح لي اكتر يعني ايه اديتور اول دور؟ يعني هما انا عايز اشتغل مع المصورين اللي بيصوروا سيشنات بره. بالظبط، يعني مصور افراح بيصور سيشن وبعد كده بيجي لك انت تعمل له الصور بتاعته اللي هو بيصورها. انا مش هشتغل استوديوهات تاني. اوكي. مش هشتغل استوديوهات تاني. طب هعمل ايه؟ هدخل المجال ده ازاي؟ كنت وقت ما كنت شغال ويتر في غزل البنات اتعرفت على مصور هناك كان شغال جنبي في محل نظارات. كلمته، كان اسمه ديبو، ليه فضل عليه كبير قوي في ان هو اللي دخلني المجال. انا نفسي ادخل المجال ومش عارف ايه. فهو كان بيصور بورتريهات وكده، اداني الاوردرات بتاعته
اشتغلتها ونزلتها وعملت صفحه اسمها هشام اتش ارت وورك. دي الصفحه اللي موجوده لحد دلوقتي بنفس الاسم. اوكي. لا الاسم غيرتهاش. بعد كده نزلت اوردر في اوردر تاني، فبدا المصورين يشوفوا الاوردرات يعملوا لي اد فريند ومش عارف تمام. ايه. بعد كده رحت اشتغلت مع حد تاني اسمه معتز المدير، مش عارف عارفه ولا لا، في اسكندريه. اوكي. مصور اوردر كان فاشون. طبعا انا طالع من عقليه استوديو، فالاول دور بالنسبه لي انا ما كنتش اعرف. بس انا قعدت سنه شغال في 2007 من 2017 دي كلها انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها رو، وما اعرفش ايه كاميرا رو فلتر، واللايت روم ده انا ما كنتش بنزله، ما اعرفش عنه حاجه. انا راجل بتاع فوتوشوب سي ار 3. اوكي. تمام. سي اس 3 سي اس 3. كنت هفتح الصوره بعد بقى ايه فلاتر نيك كوليكشن مش عارف ايه، ودماغي دايما ان انا لازم كل صوره احولها 180 درجه. انا راجل استوديوهاتي، ما ينفعش حاجه اسمها سيمبل از نوت سيمبل، دي ما فيش الكلام ده. فكنت بحول الصور تماما. اي حد يجيب لي صوره كنت بغير باك جراوند وغير الرمله وغير ارض. فكنت عملت بقى البوم بيفور اند افتر جامد. حلو. رحت بنك المصري في المتحد، عملت فيزا 300 جنيه وعملت اعلان. من هنا بدأ المصورين يعرفوني. حلو. قعدت لحد اخر 2017 كي ام بي ستوديو نزلوا بوست. انا كنتش اعرفهم، ما كنتش اعرف مين كريم مسلم، وما اعرفش ان كل اللي اعرفه كنت اعرف كريم الشريف بس، ما كنتش اعرف مين كريم مسلم. لقيت حد اسمه ماريو سواريز، عارف ماريو اكيد؟ عارف ماريو. لقيته عامل لي منشن في البوست بتاع كي ام بي ان هم عايزين حد يعني وكده. انا ما اعرفش مين كي ام بي دول اصلا، وما اعرفش مين ماريو، وما اعرفش ان هو عندي اصلا. فرحت دخلت على الصفحه قلت ايه ده شغلهم حلو قوي، خلاص انا هروح. فرحت عملت بقى ايه، كلمت ماما وقتها قلت لها ماما انا هروح اعمل ايه تيست في مكتب في القاهره ومش عارف ايه. طبعا ماما كانت رافضه جدا. وانت مالكش ولا شقه او سكن في القاهره ولا اي حاجه؟ لا ولا اي حاجه، انت نازل من اسكندريه تعمل تيست وهتروح بالظبط. طبعا انا عايز اقول لك ان الفتره اللي انا كنت قاعد فيها دي طبعا كان في رفض شديد من والدي ووالدتي ان انا افضل اكمل في المجال ده. خلاص احنا اتقفلنا منه، ملوش لازمه. انت معاك انت في بشهادتك اشتغل في مصنع ولا اشتغل في حاجه، وخلي المجال ده جنب الشغل. يعني كان في رفض شديد ان انا اكمل في المجال. خلاص يعني هم برضو كانوا بياخدوا الخبطات معايا. ف نسيت اقول لك على مشهد مهم قوي بقى. في الفتره اللي انا سبت فيها الاستوديو، انا لسه طالع من الاستوديو اهو مخبوط خبطه جامده. بعدها بكام شهر، حوالي مثلا نقول 4-5 شهور كده، احنا سافرنا عند جدي، رجعنا شقتنا اتسرقت. اقسم لك بالله كنت لسه جايب يعني داخل في جمعيه عشان اجيب شاشه اي بي اس ب 1500 جنيه، جبتها وسافرنا تاني يوم. رحنا 4 ايام جينا الشقه اتسرقت. اوكي. انت ايه حوار السرقه، التثبيت والسرقه وفي ايه؟ مش عارف. فوقتها بقى مراتي بقى امنيه كنت انت اتجوزت امتى صحيح؟ اتجوزت صغير. في انهي مرحله؟ اتجوزت صغير كان عندي 23 سنه بعد ما جيت القاهره. اوكي ماشي. كنت لسه بقى انا وامنيه كنا لسه اصحاب. طب هعمل ايه دلوقتي؟ انا يعني مش قادر بجد اتنفس. هي راحت باعت لي سلسله ذهب، كانت صاحبتي باعت لي سلسله ذهب من ورا امها، ورحنا جبنا كيسه تانية عشان اشتغل بيها. اوكي. بس فبدات بقى اسدد لها الفلوس بعد كده ايه واحده واحده. بس بعد كده بقى رحت القاهره عملت التست وقال لي خلاص انت تمام معانا. طب السكن، ما فيش سكن طبعا. انا اتبهدلت في القاهره، رحت من شقه هنا، رحت قعدت في التبه وحته شعبيه جدا. قعدنا في شقه الاول، بعد كده رحت شقه تانية. طب انا دلوقتي هشتغل في مكتب ولسه مش عارف اذا كنت هقعد في المكتب ده ولا لا. هعمل ايه وقتها؟ كنت محوش 7000 جنيه. رحت استلفت 7000 جنيه عشان اجيب لابتوب ابل عشان اعرف اشتغل بيه جنب المكتب، عشان مش عايز اخسر المسؤولين اللي بتعامل معاهم، عشان لو حصلش نصيب في المكتب ما اخدش ايه طبعا ضربه فوق دماغي. فاستلفت 7000 جنيه وجبت الابل. كنت بقى بص، دي اكتر فتره انا اتفرمت، ما كنتش بنام. اشتغل في الفتره اللي هي مع كريم. بتشتغل انت اللي ماسك الشغل كله غالبا؟ كان معايا كان في كذا حد. 2 اديتورز تانيين. دي تعتبر احنا كده في 2018. حلو. دي تعتبر تاني سنه ليا في الشغل الاول دور. انا لسه ما حدش لسه عارفني. لما انا نزلت بقى، انا كنت بشتغل الصبح في كي ام بي، وبعد كده اجي بالليل قاعد على الجهاز، قاعد شغال في شغل المسؤولين التانيين. انا كنت عامل هرم ريد بول ما بنامش. عندي بص، انا ايه اللي كان محركني فيا دي؟ انا قلت لك انا طالع من بيئه فقيره، فانا مش هرجع تاني، مش هرجع اسكندريه تاني. انا لازم يكون معايا فلوس. اوكي. خلاص انا تعبت،
وكل حاجه كنت عايزها بجيبها بالعافيه. 800 جنيه في الشهر ويتر دول مش هياكلوا عيش. وانا عايز، انا من طول عمري وانا صغير انا حاسس ان انا مش هكون شبه قرايبنا وشبه العادي اللي هو موظف رايح جاي وروتين. انا مش عايز اكون الشخص ده. انا كان عندي حاسس من جوايا ان انا طول عمري مش هكون الشخص ده. فقلت انا مش هرجع اسكندريه غير لما اعمل حاجه. بس فكنتش بنام، كان عندي دافع قوي اللي ما كانش بينيمني، انا خايف ارجع لهشام التاني. يعني ده الدافع اللي كان بيخليني اقعد مكفي على الجهاز شغال. انا مش هعمل، انا كل اوردر كنت بنزله انا عايز اعمل اوردر احلى منه. عايز لما كان مصور يديني كومنت في ان في الاوردر فيه مشكله، انا مش هنام، انا هرضيك لحد ما حد يعمل اوردر جامد. فقعدت ده 6 شهور، تعبت جدا طبعا. شغل كيم بي ما كنتش عارف اركز فيه قوي، كنتش بنام عشان انت مركز في شغلك التاني الاهم. كنت بقى فكره ان انا ايه عايز اشتغل طول الوقت وفي اول شهر انا مش هنسى دي من كريم. كمان كان اتقابلت في التست، قال لي تمام انت معانا. بعد كده كل ما اعمل اوردر يحصل فيه مشاكل، راح جيت 3 مره وقف جنبي قال لي دي اخر مره انا هتكلم معاك فيها. عارف انت انا اخدت صعقه كده اللي هو ايه، لا انا اترعبت، لا انا كده هيمشيني من المكتب، دي مصيبه. انت سايب حياتك كلها فقلت خلاص انا هركز. فركزت فعلا وقال لي تمام. بعد كده كريم مسلم كان من النوع اللي هو كان بيحبني جدا وكان بيقعد يتكلم معايا كتير. فانا بدات اركز في، هديت بقى الشغل بتاع اللي هو بره المكتب، وقلت انا هقعد احط دماغي كلها مع كريم مسلم ومع ديفيد ومع ماريو واسلام عارف وقتها كان شغال هناك، افهم ايه الاوت دور ده. فانا جوه كيم بي اتعلمت يعني ايه صوره، اتعلمت يعني ايه نظام. انا ما كنتش عارف اللايت روم، هم اول ناس قعدونا على اللايت روم. لا احنا بننظم في حاجه اسمها كتالوج، احنا بنريت، احنا بنصفي. ايه الصورات دي؟ انا ما بعملش حاجه الصوره بتخلص. طبعا انا داخل كريم بيسلم بعقليه راجل استوديوهاتي. طبعا كريم كان بيفتح مني البي اس دي كده يقول لي ايه اللي يرضى شيل، ايه ده كمان شيل، كل ده ملوش لازمه شيل. فلقيت ان الصوره بتخلص بمنتهى السهوله، مره في التانية في التالتة. انا اتعلمت عن اضاءه. كنت بتفرج على هما، يعني انا الاوردر كله كان معايا كامل، فانا كنت بشوف من اول ما بيحطوا سيت اب الاضاءه لحد ما بيقعدوا يجربوا لحد ما الاضاءه، كل دي كانت فيجن، تغذيه بصريه. طبعا هنتكلم في الموضوع ده بعدين فرق معانا ايه. انا في كانستراكتور فتعلمت يعني ايه اضاءه، يعني ايه صوره ويدنج، يعني ايه لايت، يعني ايه. دماغي اتغيرت 180 درجه. قعدت بقى انا 2 مركز مع كي ام بي، بتعلم بفهم شغال. اسمي عملته وانا في كي ام بي، بدات اتعرف، بدات اغلي سعري طبعا. كنت الاول انا قبل ما اجي كي ام بي كنت بعمل الصوره ب 15 جنيه و20 جنيه. ايوه بس زمان كان الموضوع شويه مختلف عن دلوقتي. الناس كانت بتحب الريتاتشنج قوي. بعد الاخر 4-5 سنين فكره الناتشورال لايت لما دخلت مصر، طبعا هي بدأ بره مصر بقالها فتره، فالموضوع ابتدى يهدى شويه. حس يعني عارف الموضوع بقى فيه سنه كده ايه، لا احنا مش مستاهل ان احنا ندفع في صوره فرح كل ده. بالظبط صح. انا هكلمك على الفتره دي، التحويله اللي حصلت دي. بعد كده بدأ ان الموضوع كنت وقفنا فين، ان انت كنت بتاخد 15 جنيه او 20 جنيه في الصوره وانت بعد كده لما بدات بقى اسمي يكبر في كي ام بي وكده بدات ان انا اغلي سعري. اوكي. قعدت 2 في كي ام بي، الكلام ده لحد قبل كورونا بقى 2019. حلو. قعدت معاهم لحد اواخر 2020 لحد ما اتجوزت. انا اتجوزت يعني وانا هي كورونا اول 2020، فانت كمان عديت الكورونا. يعني قعدت الوقت بتاع كورونا ده كنت لسه مع كريم؟ لا احنا كلنا يعني انا في 2018 قعدت 2018 معاهم و2019. حلو. 2020 كورونا كلنا قعدنا في البيت، بس كنت لسه على يعني لسه كنت شغال بس في المكتب بس مفيش حد اونلاين. بالظبط. انا اتجوزت وانا 23 سنه. اوكي. انا اتجوزت صغير. برضو في وقت كورونا دي انا اتجوزت، كنا لسه اول فرحي كانوا لسه عاملين حظر تجوز. انا مش عارف، انا مش هنسى اليوم ده. وصحابي كتير ما جوليش وكده، ما عملتش فرح، عملت سيشن بس. وكريم جالي من القاهره، صورنا في اسكندريه الفرح وكده ورجعت. كانت شقتي اللي واخدها كانت في مدينتي، كنت واخد ايجار. حلو. لما قعدت بقى في مدينتي طبعا احنا كورونا قاعدين، فانا خلاص بقى انا
سنتين في KMB خلاص انا شبعت، انا هشوف نفسي. وبعدين جالي بدأت اشوف بقى الاديتورز اللي هم في نفس جيلي بيعملوا اديت حلو قوي، وانا KMB برضو كانت حشراني في حتة معينة طبعا. ما تطلعش براها، اللي هو احنا بيزك سيمبل مش عارف ايه، خلاص تمام يا جماعة. اصل انا يعني انا كشاب برضو شايف صحاب الاديتورز قاعدين بينزلوا في اوردرات جامدة وشير وكومنت، الحاجات دي كلها كانت بتغيظني من جواي. لا ما انا عايز ابقى شاطر انا كمان فاتكلمت مع مراتي قلت لها انا هسيب KMB. بص القرار ده انا قعدت شهر بكلم فيه دبان وشي، اسيب الشركه ولا لا. اوكي. فكنت متوتر جدا جدا لحد ما قررت ان انا اخد القرار ان انا هسيب خلاص KMB. وكلمت كريم، وكريم بصراحه يعني فريندلي جدا، قال لي خلاص اللي انت عايزه يا هشام، واهم حاجه تبقى انت مبسوط في قرارك ومش عارف ايه. بس وسبتهم بكل احترام لحد يوم اصحابي كل عزومه رمضان كريم بيجيبنا عنده. قعدت بقى بص الحافز بقى ان انا خلاص انا متجوز وان انا لازم ابقى كبير المجال ده. في كورونا الناس كلها قاعده مكتئبه، انا قعدت نزلت كورس كلر جريدنج بالانجلش. انا في الانجليش خلي بالك يعني 40%. اوكي. طب اشمعنى عملت كورس بالانجلش؟ نزلت كورس كلر جريدنج بالانجلش. كورس انت عملت داونلود لكورس، مش انت نزلت؟ لا يعني اقصد انت عملت كورس. انا كنت عايز تتعلم التلوين عملت داونلود لكورس. اوكي. فرحت اشتريت كورس كلر جريدنج. حلو. الكورس ده كان ب$100. حلو. تمام. طب هعمل ايه انا مش فاهم. رحت كلمت حد اعرفه من بعيد، اديته 3000 جنيه ترجم لي الكورس زي اليوتيوب كده، بترجمه كابشنز كده صح؟ بالظبط زي اليوتيوب. اوكي. ما انا عايز افهم. حلو. وقعدت ذاكرت. انا كنت اول واحد في المجال ده انزل في الويدنج العجله الالوان الكلر ويل، انزلها سكرين شوت كده واقول انا عامل كلر جريدنج صوره الويدنج. الصوره دي عملت قلبان في المجال. قبل كده كان ايه اللي بيحصل في المجال؟ انا عامل تون، انا ملون لون جديد، لكن ده اسمه ايه؟ ملوش انت عامله ليه؟ ايه الكلر بالت؟ لا احنا كلنا مواهب وبنلون بالحب، كلنا كنا بنلون بالحب. ففكره الكلر جريد وعجله الويل دي فتحت بقى، حطيتني في حته تانية خالص. لا هشام اتش في حته لوحده. انا افتكر الصوره دي كانت جايبه حوالي 140 كومنت، والعيال كانوا يبعتوا لي الناس كلها مش عارفه ايه العجله دي. من هنا بدات اشتغل، مصورين كلها بدات تجيلي. انا الفتره دي عملت شغل رهيب في المجال، رهيب. عملت انا افتكر احمد سعيد كان منزل لي ستوري بيقول هشام بجد ما فيش منافس ليه رقم واحد. انا كنت بقى الناس كانت مبهوره دايما بالالوان اللي بعملها. انا كنت بقى انا بحب الالوان جدا اكتر من الريتاتش خلي بالك. اوكي. على حس بقى الموضوع ده بدات اعمل كورسات بقى. ده كورس الاتباع صح؟ لا الكورس اللي اتباع لا ثواني بقى انا نسيت اقول لك على الكورس اللي اتباع ده كان في فتره KMB اصلا. اوكي. الكورس اللي اتباع ده عارف ان انا كان بيجي لي هاردات ساعات، هاردات ناس بتسيب لي مثلا داتا، مصورين يعني يسيبوا لي شغل او حاجه، فبلاقي فولدر اسمه كورس هشام بص الكورس ده كان جامد. يعني انا في 2019 عملته الكورس ده اللي انا خطبت بيه واتجوزت بيه اصلا. الكورس ده انا بص انا ما كانش فيه بقى حتى وهو مسروق انت برضو عملت فيه فلوس كويس. كنت ببيعه انا فتحت اللابتوب كده، كنت بقى لا في مايك ولا اي حاجه ولا ان انا اطلع انا سكرين ريكورد كله هنعمل كذا كذا يا شباب. غالبا شفت منه حته. انا كنت بصور الكورس ده في الشقه اللي في التبه، في واحده تحت بتسب لابنها طالعه في المايك. انا مش في دماغي، انا حرفيا مش في دماغي. وصورته كان الكورس حلو قوي ونزلته على يوديمي. انا كنت اول حد ينزل كورس على يوديمي. مش لينك جوجل درايف؟ لا يعني هفهمك اهو الوتيره مشيت ازاي. نزلت على يوديمي اول حاجه. انا اول حد في مصر يعمل كورس لا يطول من فوتوشوب ينزل على يوديمي. اوكي. وطبعا طلعوا عيني عشان خاطر يابروف. يوديمي مش احسن منصه متهيألي للحاجه اللي احنا بنعملها، يعني بياخدوا 50% او اكتر. ما انا عملت ايه بقى في الاول؟ اديتهم الكورس ارفعه عليه بس مش هم اللي يبيعوه لي، كنت بدخل الناس بباسوردات. اوكي. انا رفعته بس على يوديمي. ده هاسل لوحده، تقعد كل شويه تبعت باسورد لحد وبتاع. بالظبط كان هاسل فعلا. الكورس وهو على يوديمي بعته لاكتر من 120 واحد. حلو. 120 واحد. كان الكورس في 2019 انا كنت ببيعه في رينج مثلا ال 2000 جنيه 1500 جنيه. حلو. فجاب لي رقم حلو قوي. حلو. بعد كده قررت ان انا قلت خلاص انا ايه
كان هاسل فعلا. قلت انا خلاص هدي اليوديمي تاني، هي اللي تبيع والناس تخش فلقيتهم 50% وشهر وشهر. فقلت لا انا خلاص انا هوقفه من على يوديمي، انا هرفعه على لينك درايف. رفعته هو اصلا مسروق من هو كان في يوديمي. حطيته على الدرايف، بقيت انزل في الكورس 1000 جنيه 800 جنيه بعد ما اتسرق، والناس اللي بيسرقوا بقى بيبيعوه. انا كلمت واحد من اللي بيسرقوا بقول له طب انت يعني حرامك ده تعبي وشقايه. قال لي والناس اللي معاش فلوس تعمل ايه؟ قلت له انا مش معايا فلوس اركب عربيه اروح اكسر معرض واسرق عربيه، مش منطقي. هو كان بياخد الكرسي يبيعه، الكرسي هشام اتش وماله وشاكر. يا ابني ده اشهر فلاشه كان محطوط عليه 3 أيوة كورسات كده بالظبط. فالكورس كان يعني سرقته شهرتني اكتر. اوكي. فجاء عليا بس على قد ما كان بيتسرق على قد ما كان بيتباع. فانا الكورس ده يعني افريج عملت فيه حرفيا حوالي نص مليون جنيه في سنه. اوكي. لا بقى في جوجل درايف بيودمي كله على بعض بالظبط. لا بقى في عقليه تسويق ولا في اي حاجه، هو بالحظ. وده اللي انا خطبت منه، جبت منه عفشي وجبت منه مش عارف ايه، بس انا ما كانش معايا فلوس اجيب شقه، فاتجوزنا في ايجار. اوكي. قعدت في مدينتي 6 شهور ما ارتحناش، رحت سبتها وقعدت في ايه في منطقه تانية في مدينه نصر. حلو. فبعد كده في وقت بقى اللي هي الفتره بتاعت كورونا دي، انا قعدت اذاكر جامد جدا وعملت بقى الترند والالوان ومش عارف ايه. كورونا بقى خلاص وقفوا الحظر، رجعت تاني على نفس الشقه اللي هي انا كنت قاعد فيها، وقررت اجيب ايه تيم بقى. جبت واحد اشتغل معايا بقى بيساعدني في الشغل. بقيت انا اللي الون وهو ياخد الصوره يرطش. قلت لك انا ما بحبش الريتاتش، انا ما بحبش الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير قوي، انا بحب الون. عندي احساس كده ان انا بحب اقعد الون الصور واوزع اضاءه هنا ومش عارف ايه. خد انت بقى اقعد اكويلي بقى انت وشيل لي الحبوب. انا خلقي ضيق، انا سيبني انا في الحاجات الفنيه. كنت الون الصوره اديله هو يرطش. وقتها طبعا الورك فلو كانت صعبه جدا جدا في الهاي اند. احنا من نوع بنشتغل كتير، ما كانش فيه بقى ماسكات لايت روم زي زمان. انا لون الصوره على اللايت روم واديها له يعمل سيلكت للسبجكت كله ويرطشه ودوج امبرن وهاي اند في الويدنج، وانا اخد الصوره اقعد اقفل ورا منه لايرز وكده. جبت واحد، الشغل بدأ يزيد، جبت 2 و3. كان معايا في 2021 حوالي 4 افراد تيم. احنا قاعدين بقى فين؟ احنا في شقه شعبي قاعدين على سفره اكل. انت مؤجر الشقه بالسفره بتاعتك؟ نفس السفره اللي انا كنت، نفس الشقه اللي كنت واخدها اول ما جيت القاهره، كنت فضلت قاعد فيها. ايجارها رخيص 1500 جنيه الشقه كامله بعفشها في التبه. فانا ما فيش بقى في دماغي بقى اي حاجه، جبت الشباب على وضعنا كده قاعدين على السفره، وانا كنت قاعد في ترابيزه كده اجارك الله يعني، عشان مكتبي نقلته في شقتي انا طبعا. طبعا من المشاكل اللي قابلتني بقى، انت كونك شاطر في حاجه ده جزء، وانك هتدير بني ادمين ده جزء تاني خالص. طبعا حصل مشاكل كتير قوي، الشغل ما كانش بيمشي احسن حاجه. العيال كل شويه تمشي، يعني ناس تيجي وناس تمشي، ودايما كنت فاكر ان المشكله فيهم، لكن طلع في الاخر ان المشكله ايه عندنا. انا اللي مش عارف ادير بني ادمين. اوكي. شباب صغير، انا عندي 21 سنه وهم عندهم 19. ففكره ان انا اكبر منهم بسنتين وشايفين ان انا رقم واحد وانا اللي بشغلهم، ففي حته نفسيه كده انا لازم اراعيها عند البني ادمين. صح. هو برضو بشر، انا لما كانوا برضو انا عايز ابقى زيك. كنت بتعصب كتير جدا، مش فاهم ازاي ان البني ادم ده لازم تراعيه نفسيا قبل ما تراعيه ماديا. فالحاجات دي كلها وقعت مني التيم، سابوني في اعز ضغط الشغل ومشيوا. بقى معايا واحد بس اشتغل معايا فتره، بعد كده رجع بلده. وقتها انا برضو سبت الشقه ورجعت تاني، قعدت في البيت، اشتغلت، رتبت بقى اموري. بص انا من النوع اللي موضوع النفسيه ده هو اللي فرق في شخصيتي قوي. كنت بقعد ادور على الموضوع ده. طب انا عايز ادير تيم، هعمل ايه؟ كنت بكتب على اليوتيوب كده اداره موظفين، كنت بكتب على اليوتيوب كده اللي مثلا عايز سيستم كذا، يعني انا هعمل ايه مش عارف. فرجعت تاني فتحت مكتب انا وصاحبي المصور اللي احنا كنا دايما شركة مع بعضينا ده. اخدت مكتب محمد رمضان القديم. محمد رمضان كان فتح مكتب في مدينة كان فتح مكتب في مدينة نصر، وراح هو فتح مكتب تاني في مصر الجديدة باين. انا اخدت مكتبه القديم ناحية السراج مول كده. بس رحت رجعت جبت تيم من اول وجديد. الفترة بقى بتاعت 2021 لحد 2023 او اول 2023 دي، كان الهاي اند خلاص بيخلص.
دي بدايه خلاص بقى الفينتج ستايل بالظبط، الفينتج والبيزك بالظبط. هو بدأ هو بقى الموضوع بدأ ازاي؟ كان ديفيد درافلا قاعد معايا في المكتب، قال لي طب انا دلوقتي انا معايا 20-30 اوردر اتش، ما انا هديك اوردرين 3 هاي اند، بقيه الاوردرات دي يعني انا عايز حد يعملها لي. فاعملها لي تسليمات. احنا وقتها ده العرف بتاعنا اللي احنا شغالين بيه. بس كنت بعمل لمين مثلا؟ الاسلام عارف، لعماد جو، بعمل لهم تسليمات. يعني مش في دماغي ان ده هيبقى بيزنس بعد كده. احنا البيزنس الجامد بتاعنا الهاي اند. عماد جو كان قال لي انا هديك الاوردرات اعمل لي تسليمات. اسلام عارف كنت شغاله تسليمات، فكنا شغالين. بس عايز اوضح مصطلح تسليمات ده يعني حاجه مش هتنزل على السوشيال ميديا، صح؟ تمام. انا برضو اصلا الموضوع ده انا لسه فاهمه قريب، لان انا كنت يعني انا اللي بعمله وبسلمه للناس غالبا هو اللي بينزل على السوشيال ميديا. بس في مدارس معينه كانت بتهتم قوي بكام صوره يتعملوا تحفه صح، وينزلوا على السوشيال ميديا، والباقي خلاص تسليمات، ده اللي هو تمام بالزبط. يعني مش هيتشاف، بيزك اديت بالظبط، ده اللي هنسلمه للعميل. شغل التسليمات ده اللي احنا هنسلمه للعميل، لكن اللي هينزل على السوشيال ميديا الهاي اند اديت بقى الدوت جامبن وهنحول وبتاع. عايز اقول لك الموضوع ده قل جدا دلوقتي، ما بقاش موجود اصلا. بعد كده راح ديفيد رافلا اللي اقترح عليا الموضوع، قلت خلاص انا هعمل كده. فبدات اكلم فلان وفلان، يا جماعه انا تعالى لو معاك اوردرات تعالى هشغل التيم بتاعي يتحول من هاي اند لتيم بقى بيعمل تسليمات. جبت بقى التيم اللي جبته جديد، خلاص هنشتغل تسليمات كانت بالنسبه لي اسهل واخف. وانا كنت ماسك فئه كلاس ايه مصورين، بود ستوديو، عماد جو، اسلام عارف، اشتغلت مع محمد رمضان، اشتغلت مع احمد راغب، كل الويدنج اشتغلت معاهم تسليمات. وكنت طبعا السورسات نظيفه، احنا بنلون تلوين خفيف. وعايز اقول لك يعني اوردرات بتدخل ريتاتش، اوردرات تانية حرفيا بنشيل الحبوب وخلاص بنرفع على كده. طب عايزين نكبر الموضوع يا رجاله، بدأ الاديتورز يدخلوا في الموضوع. خلاص بقى لقوها سبوبه حلوه ويدخلوا في الموضوع. طب دخلت بقى انا في فئه مين؟ كلاس بي. الدنيا هنا مختلفه قوي في التسليمات. بتوع كلاس بي يمكن انت ما تعرفش المعلومه دي، هما انتوا في كلاس ايه انتوا بتسلموا الاوردر ممكن 600-700 صوره، لا هو بيسلم العميل 50 صوره، هو ده الاوردر. الفرح كله 50 صوره؟ لا مش الفرح كله، هو بيبعت. هم معظمهم ما بينزلوش اصلا فول داي. كلاس بي وكلاس سي البارتي مع مصور القاعه اصلا. هو سيشن، مفيش بريبريشن معظم الوقت يعني. سيشن كام؟ 30 صوره 40 صوره، هو ده اللي هيسلمه للعميل على فلاشه. طيب اكيد مش هعمل فلوس هنا نفس المعامله، فغلينا الاسعار على بتوع كلاس بي وكلاس سي. مع الوقت المكتب بدا احنا عندنا ضغط المصورين بقى بتوع كلاس بي وكلاس سي، بقوا حصل بقى منافسه شديده في الاديتورز، فبقينا بنعلي على بعض مين هيدي التاني اسرع واحلى وبسعر اقل في البيت. ايه ده يا جماعه؟ ده احنا رجعنا بقى. حصل بقى الاول الموضوع كان بيخلص لايت روم بيزك وهنعمل هيلينج وحبوب، لا ده انا هديك في البيزك ريتاتش ودوج امبرن والصوره ب 3 جنيه و4 جنيه. ساعات بشوف، انا عايز اقول لك انا بعيد خالص عن يعني ما دخلتش خالص في الحته دي خالص. فبقعد اكتشف الفتره دي بقى اللي بيحصل، ولقيت كومبيتيشن ابتدت تظهر، وبقى في كذا حد بيعمل نفس اللي بيعمله هشام اتش، وبينزل سبونسر اد يكتب فيه انا ما اعرفش ايه، انا احسن سعر في مصر، انا اسرع واحد في مصر، انا بسلم تاني يوم، انا عندي اوفر ما اعرفش ايه. فبدات اكتشف العالم بالظبط. فبدأ المنافسة بدأت تزيد، بس أنا كنت محافظ على القيم أو محافظ على الحاجات اللي احنا عايز نعملها. أنا ما كنتش بنجر ورا المنافسة دي منافسة خسرانة. كان عندي كده حتة إن لا أنا بعمل لك 1 2 3 4 وده اللي أنا هعمله وده اللي عندي. ليه؟ لأن أنا كنت متأكد إن أنت هتعمل صور كتير، هتعمل شغل كتير في الصورة، فأنت هتفرح المصور بس أنت مش هتعرف تخلص أسرع، وهتضغط التيم اللي معاك ومش هتسلم. والله يا باشا انا بعمل 5 حاجات وده انت تمام. فايه اللي حصل؟ انا بقيت بسلم الكواليتي، بسلم اسرع، والحمد لله بفضل الله انا ما تلاقيليش بوست وحش على السوشيال ميديا ان بنبعت المكتب عشان ما حدش بيرد، قالوا هنسلم بعد اسبوع ما حدش سلمني. ليه؟ انا عارف انا بعمل ايه، عارف اللي هو ماكدونالدز حاطط الاجهزه في حته معينه، الورك فلو ماشي معين، هو مش هيضغط نفسه في فكره ساندويتش تعجز الوسيله اللي شغاله. أيوة. ده كان مبدئي. انا مش هعمل حاجات اعجز التيم اللي عندي عشان افرح المصور فما اعرفش اشتغل مع غيره. وانت السيستم ده قعدت فيه سنين اكيد عشان تعرف تبني المعادله دي. اتلدعت كتير قوي
وكنت بكلم لايف كوتش. وانا بص انا من النوع اللي دكاتره النفسيه لايف كوتش دول معايا لحد الان. يا كان في لايف كوتش اسمه محمد، قلت له كل ما اجيب حد يمشي مش عارف اعمل ايه وبيوقعوني فبدا يديني شويه مصطلحات كده، بدات ان انا ادور عليها. فكره ان انا محتاج بقى انا ايه في الفتره بتاعت اول سنه دي لما نقلنا المكتب التاني، بدات اشتغل على نفسي. انا بقى انا عايز اشتغل. عايز اقول لك انا خدت كورس في الكاريزما. انا كنت شخص قليل الثقه بنفسي جدا، يعني انا كنت شخص ضعيف الشخصيه وعشان خاطر انا ابقى احس ان انا مبسوط لازم اشوف انا نظرتك انت ان انت يا شام انت تمام. غير كده انا كنت شخص قليل الثقه بنفسي، باخد حافز من نظرات الناس قدامي، فده كان ضاغطني. يعني حتى وانا في KMB كنت بص بشتغل لحد ما كريم سالم يقول لي لا ينور تمام انت تمام. فده كان بدات بقى انا اشتغل على الحته النفسيه بتاعتي. فكنت بدخل على يوتيوب، نزلت من على يوديمي كورس ازاي تبقى كاريزما. الحاجات دي بتتعلم عادي. انا من النوع اللي كنت اسلم على الناس مثلا ممكن عيني في الارض، هتكلم ازاي مع البني ادمين، نظرتي، تون صوتي، مش عارف ايه. الحاجات دي كلها بدات اتعلمها عشان اعرف انا عايز ابقى قائد. عندي موظفين عايز ابقى قائد. فبدات اتعلم الحاجات. طبعا اليوتيوب بيريكومنديشن ليك حاجات تانية طبعًا. شبيهه طبعا. فسلسله دخلت فيها كده، بدات ابني شخصيه هشام اتش. ان انت تكون اديتور محترف في حاجه ده شيء، وتبني شخصيتك ده شيء تاني بقى خالص. بدات اشتغل على دي اكتر، حطيت كل طاقتي في دي، بدات اعالج الامور اللي عندي كانت عندي نفسيه من التربيه من اللي مش عارف ايه. بدات اشتغل لحد ما كونت بقى شخصيتي على السوشيال ميديا. في كلمه كان اللي فتحها معايا قوي كريم مسلم وانا شغال معاه، قال لي اللعبه عن النفسيه هو اللي يخليك رقم 1. دي حاجه انا الجمله قالها لي، يمكن دي دايما في بالي، ان دايما انت لما تشتغل على نفسيتك. يعني كان محمد رمضان الممثل، الحاجات اللي بيعملها على السوشيال ميديا، التسويق النفسيه اللي بيعملها هو ده اللي بيخليه دايما انت شايفه في حته معينه. طب ممكن بما اننا اتكلمنا في حته التيم، عايز اعرف اديني اي مثال، يعني اكتر حاجه كنت بتغلط فيها، اكتر حاجه غلط عملتها مع الناس عشان كده كانت بتسيبك وبتمشي. تنصح بايه حد لسه بيبدا ومعاه 2-3 بيساعدوه، يتعامل معاهم ازاي، ياخد باله من ايه؟ بص لازم كنت تسمع الناس دي كويس وتقدر ظروفهم قوي، وتقعد دايما تشوفه هو داخل المجال ده ليه وايه هدفه منه، وتبدا ان انت تصاحبه بس من غير ما يكون واخد يعني في حدود برضه. انا كنت بقعد اتكلم معاه، انت نفسك انت داخل مجال ايديت ليه؟ طب انت عايز، طب احنا ممكن نعمل كذا. كنت بسمع للناس دايما، بصاحبهم. ممكن احنا قاعدين كده يا رجاله تعالوا ننزل نقعد على القهوه. الاول لا انا شايفهم ما كان شغال، انا ممكن ما اسالش فيهم، ما اعرفش صحته عامله ايه، ما اعرفش ظروفه، ما اعرفش هو اشتغل ولا ما اشتغلش بقد ايه. وفوق كل ده اتصل بيه ازعله على الاوردر ما خلصوش او الاوردر ما عملوش كويس. لكن مع الوقت لا بدات اراعيه، ابص عليهم، النهارده انا تعبان خلاص يا روح مفيش مشكله. طب انا الاوردر ما خلصوش يا عم مفيش مشكله، كبر دماغك اهدى مش عارف ايه، اجيب لهم سناكس، اتكلم معاهم. فبفرغ طاقه. ده فرق قوي، فرق جدا طبعا جدا. فكره ان هو مثلا ممكن يبقى جواه ان هو زعلان من اتش في موقف معينه والكلام ده هو ما طلعهوش، صح. هيطلعه في ايه؟ طلعه في شغل وحش. صح. فبدات اتكلم، اقول لي انت النهارده عامل ايه يا فادي، اخبارك ايه، الشغل عامل معاك ايه، كويس، في حاجه مزعلك طيب. فابدا افرغ مشاعرهم طول الوقت. انت تتكلم معاهم دايما، في حاجه مضايقاك، طب ايه رايك في الشغل، طب مش عارف ايه، ولا انا تعبان اصلك والدتي، طب خلاص يا باشا خد اجازه يومين مش عارف ايه. اديهم بونص غير متوقع، مثلا هو عامل حسابه ان هو هياخد قد كده، جيت اخر الشهر قلت له لا يا باشا في 1000 جنيه زياده هياخدها. كل الحاجات دي انا اتعلمتها مع الوقت، فبقى في ولاء للناس موجوده عندي. طب لو لقيت حد يعني العكس بيتدلع او حسيت فيه ان هو لا الراجل ده مش بتاع شغل، بتخصم ولا بتمشي ولا بتزعق ولا بتعمل ايه؟ بص الخصم مش بالنسبه لي مش هو اللي يحل لي موقف. انت ما بتشتغلش ليه؟ يعني هقعد معاك كده بكل انت بتشتغلش ليه؟ هل في مشكله في الشغل؟ انت متضايق من حاجه؟ لا والله مش متضايق. طب عايزين نظبط الدنيا. طب انت يعني ايه اللي بيخليك ما تعملش الشغل بشكل كافي او ما بتجيش ليه في ميعادك؟ يعني دي كانت بتقابلني. انا في مواعيدي شارب جدا، فانا قايل لك تعالى الساعه 10، ليه جيت 10:30 اتوبيس والحاجه؟ طب ما تنزل بدري، طب ما تنزل مش عارف ايه. لحد ما في مره في التانية، طب يا جدعان هقول لكم على حاجه حلوه، انتوا كلكم كل مره بتيجوا الساعه 10:30،
اقول لكم على حاجه، الشغل الساعه 11 حلو كده عشان ما حدش يقول لي مواصلات، بس 11 ودقيقه انا هخصم. اتفقنا. فطول الوقت انا بحاول ان انا شايفه موهوب بس مثلا عنده مشكله في مواعيده، فيلا نقعد نحلها. اوكي. ليه؟ لان احنا مجالنا مش مجال، احنا مجالنا مجال موهبه، فلازم يكون قاعد هو رايق. صح. مش هينفع اقدره، مش هينفع اقول له تعالى 10 غصب عنك، هو الشغل كده. لا، انت ايه مريحك؟ انت عايز تيجي مثلا ساعه عشان المواصلات، طب تعالى ساعه، بس لازم ابقى انا متاكد ان انت 11 في المكتب، عشان عندي سيستم في المكتب، انا عارف ان فلان هيجي الساعه كذا، هيخلص الساعه كذا الساعه كذا. مش هينفع اللي هو النهارده جيت 10 بكره 11، لا مش هينفع، اديني ميعاد اللي هناك 11 خلاص 11. فده كان سيستمي. هتخلص شغل الساعه كام؟ اديني وقت. كنت دايما بقعد اكلمهم بتابع هم قاعدين طول الوقت في المكتب بيعملوا ايه. هو شغال فاتح يوتيوب، شغال فاتح مثلا ماسك التليفون، فاقعد اتكلم معاه، اديه محاضره عن التسويف، اقول له مثلا التليفون ده لو انت فضلت كده انت بتشتت دماغك، بتهلك خلايا مخك في ان انت بتعمل كذا حاجه. انت لو قعدت 5-6 ساعات مركز، صدقني لو الشغل ده بياخد معاك 10 ساعات هياخد معاك 6 بس، طب جرب. فاقعد اتكلم معاه. التيم بتاعي بقى بيحبني مش عشان خاطر الحاجات اللي بديها لهم في الشغل، عشان خاطر ان انا هبقى حاسس ان انا فاهمه، بحس ان انا بحل معاه مشاكله الشخصيه اللي بره الشغل اصلا. بقيت انا الجاد فازر بتاعه. هم قاعدين مع هشام عشان عارف ان هو اي مشكله هيقع فيها هشام هيقعد يحل معايا. هشام بيحبني وحاسس بيا. مش هشام بيديني التبس اند تريكس في الايديت، لا، هشام بيحبني وحاسس بيا. هشام شايف حلمي وطموحي وبيساعدني ان انا اوصل له. انا كل التيم اللي اشتغلوا معايا يعني مش عايز اقول اسامي، كلهم دول شغالين مع مصورين كلاس ايه. حلو. انا في اول حد جبته شغال معايا في التيم ده كان شغال في استوديو، واقنعته بالعافيه يسيب بلده ويجي يقعد معايا القاهره عشان شغال في الاوت دور، بقى عنده اعلانات في الشارع اكتر مني. شغال دلوقتي مع براندات تقيله قوي في الشارع ما شاء الله، اكتر مني بجد ما شاء الله. عايز اقول لك يعني كان عنده مشكله ان هو ما بيشوفش الالوان. كان عنده حاجه كده اسمه عمل الوان، عارفه عمل الوان؟ ما بيشوفش الالوان، وكان بيكتئب جدا ويعيط ان هو مش عايز. قلت له ما تسيبش المجال، انت عندك عمل الوان بس انت ايدك في ريتاتش ما شاء الله عليك تحفه وسريع جدا، فدي موهبه استغلها، ما تسيبش انت عندك الجزء ممكن يجيب حد يكمله لك. فكان في شغله هو، كنت انا قاعد الول له الشغل بتاعه هو معايا في التيم، بس كان ليه شغل خاص، كنت انا قاعد الول له الشغل اقول له خد انت كمله بقى رطش. فكان ينزل الشغل. بعد كده طبعا لما جبت تيم بقى اصحابه، لما رجع هو بلده كان بيخش يكلم خلاص احنا عملنا كوميونتي، طب الرجاله معايا اوردر حد يلونه لي وانا هكمل الباقي. فكان ده اللي بيحصل. سد الثغره بتاعته وبقى بيشتغل في تاتش. مع الوقت بقى شغال كوميرشال مش محتاج الوان كتير قوي. الادفرتايزنج اعلانات وكده، كل اللي محتاجه احنا هنكوي هنشيله ونحط دي بتاعته، فاشتغل فيها ما شاء الله بقى الله اكبر عليه دلوقتي. ففكره برضو فكره ان انت عندك مشكله في حاجه ما تهربش من الموضوع كله. دور على حلول. اوكي. ممكن حد يكمل النقطه دي. انا في حاجه في دماغي من ساعه ما انت قلت لي حوار المكتب مع كريم. دلوقتي احنا في 2025، تنصح حد عايز يخش مجال الفوتو اديتنج يدور على مكتب ولا يشتغل لوحده وربنا يكرمه؟ تاني كده، لو واحد عايز يخش المجال فوتو اديتنج ريتاتشنج ايا كان، تنصحه تقول له روح مكتب مصور او مكتب ريتاتشر كبير تشتغل معاه وتتعلم منه؟ لازم ولا لازم يشق طريقه لوحده في البيت؟ لا لازم ينزل في مكتب. لازم اي اديتور عايز يبدا الشغل بتفرق، لازم ينزل في مكتب. انت اولا مفيش مصور هيبعت لك شغل وهو ما يعرفكش، الموضوع شيء مختلف. احنا كترنا جدا. انت لو بتقلب في الفيسبوك كده وتلاقي حد بيقول انا اديتور وبعت له شغل، عمرك ما هتبعت له. صح، ما تعرفوش. صح. فانت محتاج تاخد ثقه منين؟ لما تنزل في مكتب مصور، المصور ده يبدا يعرف الناس ان انت معاه، وانت تبدا تاخد اكسبيرينس منه، تشوف الشغل، تتعلم، تغلط، تفهم المجال ماشي ازاي. بعد كده خد مكتب بقى تشتغل من البيت براحتك، انجوي. بس اول خطوه انا بنصح بيها اي ادور لازم تنزل في المكتب، حتى لو مرتب مش عاجبك. انزل انزل وسط الناس دي، عشان المصور اوريدي هيعرفك على كل المصورين، فانزل اكسب علاقات. طب سؤال تاني، ليه حد في مجال الريتاتشنج يعمل مكتب ريتاتشنج او يعمل مكتب اديتنج ما يروحش يشتغل مع مصور؟ يعني ليه بقى في حاجه اسمها ده احنا مكتب اديت؟ ليه مش كل مصور كتير قوي؟ طب ليه مش كل مصور يجيب واحد يبقى عنده يخلص له شغله؟ ده سؤال حلو قوي.
انت كمصور بتصور الاوردر بتاعك صح، وطول اليوم انت مشغول. مين هنا اللي شغال في الايديت؟ الشاب اللي انت شغال. طب انت ايش ضمنك ان هو بيخلص شغله مظبوط؟ ايش ضمنك ان هو الاوردر ده كان المفروض يخلص في ساعتين خلصه هو في 4 ساعات؟ ففكره ان انت كمصور لو انت ما عندكش تيم ليدر في المكتب، الايديتورز اللي عندك هيسوحوك. ليه؟ لان هي العقل المصري كده، لازم حد فوق دماغه. انت بتروح شغلك اكل عيشك، انت مشغول دلوقتي مثلا في بودكاست وعندك تيم اديت، انت مش عارف اللي جوه ده قاعد بيعمل ايه. اوكي. خلص في وقت قد ايه؟ الصوره دي حلوه بس كان ممكن تبقى احلى. الكواليتي بتاعهم في الشغل. ودي مش حاجه ممكن تحصل برضو عندك؟ ما هو انا طول الوقت مراقب. طول الوقت الشغل انا قاعد مع التيم. فكره ان انت عارف انت عامل زي ايه. بالبلدي كده يا هشام، انا معايا اوردرات عايز اعملها، انا التيم ليدر بتاعك ودول التيم بتوعنا. انت فاهم كده الموضوع بقى ماشي ازاي؟ اكنك مكتبي. بالظبط كده، اكني مكتبك. ان انا عندي ناس شغاله وانا براجع شغلهم عشان اسلمه لك. انا التيم ليدر بتاعك وهم مكتبك. هو طبعا مش كل مصور، يعني انا محظوظ الصراحه، يعني انا محظوظ بالتيم اللي معايا، لانه لا انا معايا ناس سواء فوتو اديتنج او فيديو اديتنج براجع معاهم وراهم وكل حاجه. بس خلاص عديت المرحله دي من سنتين. الناس يعني يمكن سنتين بقالنا يعني مع بعض في المكتب هنا. فدلوقتي لا، احنا بنوصل في مراحل ضغط معينه، كل حاجه بتتسلم والدنيا تمام، كلاينت مبسوط والدنيا لذيذه. بس تاني عشان انا شويه مش بعمل شغل الريتاتشنج اللي بالشكل المتعارف عليه. احنا بنشتغل لايت روم، انت اكيد عارف يعني. مش لايت روم بس، بريسيت معين بنشتغل عليه مده لحد ما نظبطه، ويبقى هو ده اللي بنكمل بيه كل الشغل بتاعنا. وكل ما بنخش فوتوشوب خالص اصلا ما بتفتحش عندنا في المكتب. صح. طب بس انت عندك حد قديم موجود معاك؟ عندي حد صراحه. بس طبعا هي دي النقطه. طبعا. ده بالنسبه لك التيم ليدر. طبعا. اي حد هيجي مش هيقعد مع فادي، هيقعد هو معاه المسؤول عن ان هو بيوزع الافراح على فانت الناس. تعبت اول مره مع اول ده واحد. حقيقي. ده حقيقي. هي دي الفكره. انت ربنا رزقك بقى. لكن اي مصور، يعني انا في مصور في اخر كورس عندي بعت اديتورز يشتغل عند مصور هو عنده حد بقاله معاه سنين، فهو اللي بيقعد يعمل الانترفيو مع الاديتورز الجديده، وهو اللي بيفهمه الكاتالوج وبيفهمه البريسيت اللي شغالين بيه وكل حاجه. ده التيم ليدر. لكن مش كل المصورين عندهم حد فاهم دماغه وهو التيم ليدر. ومش كل المصورين عندهم مكتب اصلا. بالظبط. ومش كل المصورين فاهمين اديت. دي نقطه خلي بالك. يعني انتوا معظم الجيل بتاعكم فاهمين في التلوين، فاهمين يعني ايه صوره، فاهمين يعني ايه دبس في الصوره، فانت بتعرف تتناقش مع الاديتور. لكن معظم المصورين لا، هو مش فاهم. هم كلهم فول اب للمصورين الكبار، هو عايز يقلد زي فلان وخلاص. اوكي. بس طيب مجال الفوتو اديتنج بقى احكي لنا عنه كبزنس بقى. دلوقتي حد عايز يخش المجال ده، عايز يعرف المجال ده فيه فلوس ولا هي كورسات ولا ايه الكلام؟ يعني هنعرف نكسب من الفوتو اديتنج ده؟ هنعرف ناخد مثلا مرتب كويس لو اشتغلنا عند حد؟ هنعرف نتحاسب بالصورة بس نتقدر كويس؟ الأحسن أروح أشتغل بمرتب ولا أخد نسبة ولا أشتغل بالصورة بالأوردر؟ الحسبة عاملة إزاي؟ عشان الموضوع ده ملخبط قوي وكل حد ماشي بسكة. صح. وبعدين بقى كل حد معاه كولكشن بريسيت دلوقتي بقى بينزل يقول لك أنا إديتور. بص المجال يكسب كتير جدا، في فلوس كتير جدا جدا جدا. بس الفكرة كلها ان انت محتاج تدخله صح. انت محتاج تتعلم بص عشان بس برضو نفهم الناس. الفوتو اديتنج ده شامل كذا حاجة. احنا عندنا ويدنج، عندنا فاشن، وعندنا ادفيرتايزنج، وعندنا فود، وعندنا برودكت، وعندنا فيه مجوهرات. فهو الموضوع لازم انت بقى تتخصص في حاجة واحدة فيهم. ما ينفعش تمسك كله، لان كل حاجة في دول ليه الاودينس بتوعه وليه المصورين بتوعه وليه اللغة بتاعتهم ولازم تتعامل معاملة معينة، وبروفايلك يكون شكل معين، وصورة بروفايلك تكون شكلها مختلف. حتى طريقة الكلام مع المصورين الويدنج غير مع مصورين الكوميرشال. فالفكرة كلها ان انت عشان تدخل المجال، عارف احنا في صناعة 5 سنين اول سنة بنخش الاقسام كلها. نفس المجال كده، انت خش دوس في كله لحد ما تشوف انت حبيت ايه وتخصص فيه بقى. فانت في المجال محتاج تدخل على اليوتيوب كده، تتفرج الاول، تشوف مثلا ده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه، وتبدا تشتغل. يعني انا منزل على اليوتيوب عندي كورس اللي هو اللي كنت بيقف في 2019 ده، انا منزله فري على اليوتيوب، الويدنج، التلوين والريتاتش وهكذا. فانت تدخل تعمل اويرنس لنفسك بالمجال، تبدا بقى لازم كده لازم تاخد كورسات.
لان اليوتيوب هو بيعلمك تكنيك اللي هو اعمل كذا البريسيت دي امشي ورايا اعملها، لكن انا عايز افهمك مصور الويدنج ده هو شايف الاوردر بتاعه ازاي، فانت محتاج تشوف برضو انت الاوردر ازاي عشان تكمله. صح. فانا بديك الحته دي في الكورسات مش هتلاقيها بره. انت ممكن بره مثلا على اليوتيوب ممكن تلاقي ريتاتش دوج امبن مش عارف ايه، طب بس ده مش هينفع مع الصوره دي. مين بقى هيقول لك ده ينفع مع ده ولا ده؟ حد عنده خبره كبيره قوي فيقدر يديك كورس يعلمك الحته دي. اخدت كورس لازم تنزل في المكتب. طب هنزل بقى في مكتب ازاي؟ انا بدخل مثلا انا هجيب اديتورز اللي هم الكبار في السوق، فلان وفلان وفلان، حلو. اخش اشوف عاملين فولو لمين، ماشي، اخش اجيب المصورين اللي عندهم كلهم اقول لهم كلهم فولو. حلو. فانا اكيد بقطع المصور ده شكله كبير، شكله مصور كبير، هدخل اكلمه ابعت له انا فلان الفلاني مثلا عايز انزل اشتغل معاك. السعي بقى ماشي، ما هو يعني هيسيب هشام اتش ويروح للولد اللي بيبعت له رساله المصور؟ يعني المصور شغال معاك والولد اللي عايز يتعلم جاب المصور ده اللي شغال معاك. اي مصور ميال اكتر انه يكون معاه اديتور في المكتب. اوكي، ده باب كده. اي مصور ميال ان لازم يكون اديتور معاه في المكتب. يعني معظم المصورين دلوقتي اللي كنت بتعامل معاهم كلاس ايه لا بقى كلهم معاهم اديتورز في المكتب. ليه؟ بالنسبه له بادجت احسن. اوكي، انا هديك مثلا 10,000 جنيه في الشهر، لا انا لو اتعامل مع مكتب هشام اتش بكميه الاوردرات دي ممكن يخش له في 20-25,000. فلا انا هجيب حد بقى هو قاعد معايا طول الوقت هديله مثلا 10. اوكي، فهو ميال اكتر. طيب برضو لازم الاديتور عشان يدخل المجال يدخل يتعامل مع الكوميونتي ده، يدخل على الجروبات، شوف اي حد انزل معاه في مكتب حتى لو مرتب قليل، فده بيديك اكسبيرينس. طب ما تدينا رينج المرتبات كده عشان يعني يقول لي مثلا لو واحد فاهم لايت روم وبيزك كده اديتنج ومستواه نقول متوسط يبدأ بكام مع اي مصور؟ يعني خلينا نحط كده رينج، ولا هو عالي ولا هو واطي قوي، يعني اللي هو الديفولت. بنتكلم من كام لكام؟ بص المصورين كلاس ايه دول اللي بيحتاجوا لايت روم بس. سيبك يا عم من A و B و C، ما انا بفهمك نفس الشغل. ما هو يعني لا مش نفس الشغل. ليه؟ انتوا بتحتاجوا، انتوا شغالين ببريسيت معين او بالوان معينه وتصويركم الصوره سورسها كويس جدا. ماشي، بس نفس المجهود اللي هيتحط في الناتشورال لايت. انا مش بتكلم على حد بيصور باضاءه دلوقتي، انا بتكلم على مصور ناتشورال لايت هيخش فرح 2000 صوره هيفلترهم يبقوا ايا كان 1000 صوره ويشتغل عليهم تلوين فقط على اللايت روم، يعمل اكسبورت في سمارت كاتالوج. اديني رينج مرتبات الناس تبقى فاهمه برضه. تتكلم في كام؟ انا هقول لك اهو، اديني بس فرصه افهمك الموضوع ماشي ازاي. انتوا بتصوروا فول داي بارتي بريبريشن سيشن وممكن كاميرتين 3، فانا ممكن ابعت قدام اوردر 10,000 صوره، بيحصل 8,000 صوره بيحصل. تمام. فانا هقعد اصفي الاوردر وهلونه وفلتريشن ومش عارف ايه. الاوردر ده ممكن ياخد معايا 8 ساعات شغل مثلا. حلو تمام كده. طب ده انتوا الفئه دي كلاس ايه. طب كلاس بي وكلاس سي الدنيا مش بتمشي كده. عشان انا عايز بس انا اوضح لك النقطه. لا انا الاوردر بتاعي ده مثلا بريبريشن، يعني انا مثلا نمسك كلاس بي الاوردر بتاعي. انا مش فاهم، بس انت عمال تقول كلاس A و B، التصنيفات دي بناء على حجم الفرح، ولا على يعني الفرح ده اتعمل بكام، ولا على حسب ايه؟ انت مصور القاهره تروح فنادق، كلاينت اللي بيتعامل معاك بياخد unlimited فوتو. تمام. فانت كده كلاس ايه نوع التاني بقى؟ كلاينت التاني ده ايه؟ كلاس بي ده لا هو ما بيروحش بيصور في اللوكيشنات، اللوكيشنز اللي بتاعت القاهره والمحافظات. انا بس خايف الناس تتضايق. لا ولا ده عادي؟ لا مش متضايق. كلاس ايه كلاس بي اللي هو مش اللي هو الفول دي مثلا ممكن تلاقي الفول دي ده مثلا ب5,000 جنيه مثلا. وما بيروحوش يصوروا في فنادق، ما بيروحوش جي دبليو ماريوت. مش جايبه مش عامله ميك اب ب25,000 جنيه. يعني الفرح مش مصروف عليه وجايبين مصور برقم غالي قوي ومش مديها هو 3,000 صوره اوردر. لا. طب ده يعني ده اللي بيشتغل ده يبقى بكام، واللي بيشتغل ده بقى انتوا بقى بتشتغلوا لايت روم بس. ده حقيقي. فانتوا ما شاء الله انتوا اوريدي بتاخدوا ارقام في الفرح. فانا بجيب حد فاهم تلوين كويس، الرينج المرتب ممكن يكون من 10-15,000 لايت روم بس. تعالى بقى ننزل. المصور ده اصلا مش واخد الرقم ده ويخلص مثلا كام فرح في الشهر، او فرح في اليوم مثلا؟ ممكن يعني ممكن فرحين في اليوم على حسب بقى طبعا الكميه اللي هيشتغلها.
يعني انا بقول لك انا اخر كورس ده بتاع شهر واحد مودي اديتورز عندي لمكتب مصور 10,000 جنيه في الشهر لايت روم بس. لايت روم بس 10,000 جنيه في الشهر. وبيعمل مثلا 20-25 فرع في الشهر مثلا، يعني ممكن الرنجات دي هو محتاج ايه. انا عايز اقول لك ان هو بيديله البريسيت بتاعته، حط لي بقى الكابي بيست على اللون بتاعي انا. امشي بس كده بعينك، اظبط لي الاضاءه بتاعت الصوره، اكسبوجر، اوكي، تغمق، تفتح، بس ما تلعبليش في الوان. انت بتتخيل البساطه؟ بس انا محتاج حد يبقى فاهم الاضاءه. اوكي، عشان لما احط البريسيت ده غامق، لا علي اكسبوجر، قلل الاكسبوجر، افتح لي سنه شادو، وهكذا. وطبعا يكون فاهم ازاي يعرف يفلتر الصور. هننزل تحت، لا فئات بقى كلاس بي محتاجه تلوين وريتاتش. اوكي. طب تلوين وريتاتش انا هقعد اعمل ايه بقى؟ لا انا هديك اوردر بريبريشن وسيشن، والاوردر كله محتاج يترتش. بتعمل ريتاتش لكل الصور؟ كل الصور دي اللي هم كام يا فادي؟ 200 صوره، 250 صوره بالكتير مثلا. ده الاوردر بريبريشن وسيشن. ده هياخد وقت اكتر طبعا. هي 250 صوره دول، لحد مثلا ايده واخده ممكن ناخد منه مثلا 3 ساعات شغل ريتاتش. 250 صوره 3 ساعات؟ ليه؟ احنا بنعمل ايه؟ انت الاوردر لو انتوا على لايت روم اهو، تخش تعمل هيلينج للحبوب وحاجه اسمها فريكوينسي ريتاتش. الفريكوينسي ده بتعمله باكشن ولا بتعمله مانيوال؟ تخش مانيوال ابلاي ايمج وتظبط بالظبط كده. بس هو يعني ابلاي ايمج دي اللايرز دي بتعمل اكشن دلوقتي، تدوس كده. بس الفكره كلها انا هخش على الوش مانيوال. بدله بنخلي البدله سودا، هيلينج باك جراوند، دي الورك فلو. سنان صفرة بنخليها بيضه، الوش عايز ينور شويه. 250 صوره، 2-3 دقايق في كل صوره او يعني ممكن مثلا في الرينج ده. الصوره ممكن تاخد مثلا 3-4 دقايق حسب الصوره. مثلا الكلاينت مثلا ممكن يبقى العروسه حلوه والعريس هو اللي بشرته مش احسن حاجه، فعلى حسب ممكن يكون صور وايد مش محتاجه ريتاتش اصلا، صور ميديم، صور كلوز. فانت تلاقي نفسك ان صور بتشيل صور. ف 250 صوره دول فيهم 3-4 ساعات شغل. الريتاتش اللي عندي التارجت بتاعه مثلا انه يخلص لي 400 صوره في اليوم ريتاتش. دول ممكن يكونوا اوردرين، ممكن يكونوا 4 اوردرات، ممكن يكونوا 5 اوردرات. ننزل بقى لكلاس سي. كلاس سي نفس الفكره، تلوين وريتاتش. بس التلوين بياخد مجهود كبير جدا. ليه؟ اللايت بتاعه مش مظبوط، اللوكيشن سيء جدا، بيصوروا في زحمه، في مش عارف ايه، الكلاينت مش عامل ميك اب احسن حاجه، العريس مش احسن حاجه. فمجهود الريتاتش بياخد مجهود كتير قوي. فانا ممكن اقعد في 50 صوره ساعه ونص، فاخدنا وقت اكتر. انت عارف انا دماغي وعيني عماله تتفتح على حاجات دلوقتي عمري كنت واخد بالي منها. وعمري ما كنت اعرف ان الريتاتشر بيعاني مع الافراح اللي محتاجه مجهود بالشكل ده وفي الاماكن دي يعني. لا الموضوع صعب قوي، الموضوع صعب قوي. بياخد مجهود تلوين قوي وريتاتش، وتلاقي لوكيشن كده شجره وهنا في عماره واحده بتنشر غسيل، فاحنا عايزين نشيل بالاي اي بقى. ممكن تلاقي عريس واقف وفي عروستين بيتصوروا جنبه فشيل. فبياخد كل ما بتنزل بالفئه انت بتعمل ريتاتش. عشان كده انا في البيزك اديت، انت مثلا انت كفرحك لو هتبعته بره مثلا ممكن تتفق مع المصور تقول لك انا هعمل لك الفول دي كله على بعضه بارتي بريليشن مسيشن مثلا 1000 جنيه 1500 جنيه. تمام. ال1000 جنيه دي انا ممكن اخدها في اوردر في كلاس بي 100 صوره، الصوره ب 10 جنيه. انا خدت في 100 صوره 1000 جنيه. انت دافع في اوردر داخل له في 2000 صوره مثلا 1000 جنيه. ده اللي بيحصل يعني اكشلي، ده اللي بيحصل. انا باخد في الصوره البيزك 10 جنيه الصوره. ليه؟ انا باشا انا بتعب جدا في الصوره. انا بحط الصوره على لايت روم ماسك بقى عشان اغمق لك الباك جراوند اللي لاسعه منك دي طبعا. لو انت مش عارف ايه في واي اي وبشيل وريتاتش ومجهود وبدله سودا وسكين تون ويا سلام بقى لو هو ما عرفش بيصور بكاميرا نيكون وفي الهايلايتر بتاع الميك اب ده لاسع قوي فاقعد اعدل. فبناخد في البيزك مجهود جامد قوي. وانت شغال كل حاجه يا هشام؟ شغال كل حاجه. يعني المكتب عندك بيعمل كل التصنيفات اللي انت عملت تقولها لي دي شغال فيها؟ كويس انك سالتني السؤال ده بقى، عشان في سويتشايه هنا حصلت. كان في 2023 انا قررت ان انا مش عايز، دي حاجه دينيه يعني، انا قررت ان انا مش هشتغل في صور تاني دريسات مفتوحه وكده. والقرار ده كان بالنسبه لي كان صعب عليا قوي لحد دلوقتي. ليه؟ لان انا كل شغلي واسمي وتاريخي عملت له ارشيف في الانستجرام.
وقررت ان انا طب انا دلوقتي هشتغل، مش هشتغل ده ليه، لان احنا في ديننا انا اي واحده متبرجه جسمها باين مش عارف ايه فانا باخد ذنوب. يعني انا التيم اللي بيتفرج على الصور دي انا اللي جايب له الشغل، فانا قاعد باخد سيئاته، غير لما انزله على السوشيال ميديا فكل حد بيتفرج انا اللي بشيل ذنبه. فدي بالنسبه لي انا ذنوب جاريه كمسلم. فقلت خلاص انا ايه مش هكمل في الموضوع ده بس خلينا برضو نكون متفقين ان ده من الحته الدينيه يعني اللي انت مقتنع بيها انت كشخص، لان طبعا يعني في مصورين وفي ريتاتشرز يعني محترمين جدا ودينيا 100 وشغالين أيوة والدنيا تمام. دي فهي دي حاجه خاصه بيك انت شخصيا. بالظبط يعني. بص الالتزام ده درجات. يعني في حد تاني ممكن يقول لك يا باشا الصور كلها حرام، فالالتزام درجات، كل واحد بيعمل اللي بيقدر عليه. اوكي فاهمني؟ انا والله انا اللي قدرت عليه ده. يعني في واحد تاني قعد معايا يقول لي بيقول لي في الكومنتات والله انت بتنزل صور واحده بشعرها، هي بشعرها، هي لابسه، هي مغطيه كل حاجه، شعرها بس اللي باين، حرام ومش حرام يا عم؟ خلاص يا عم اسكت خليك في حالك. هو فعلا الموضوع درجات، وكل واحد قدر ليه الاحترام في ان هو يختار بالزبط. اللي هو مرتاح فيه بالظبط. الشغل. محدش عشان بس ما نخشش في حته انت بتكفر كل مش عارف مش عايز ادخل كده. لا مش بقول كده، لا مش بقول كده، انا ما بقولش كده. وبعدين ده مش تكفير، احنا كلنا بنعمل ذنوب، فده ذنب انا ربنا قدرني ان انا مثلا سحبت رجلي منه، بس في حد لسه ما بيسحبش. بعدين انا بقول لك اهو كل واحد فينا على قدر المستطاع يعمل اللي يقدر عليه عشان بينه وبين ربنا بس. كان قرار صعب قوي ان انا كل صوري اللي عملت اسمي والواني انا عملتها في الارشيف. طب انا هعمل ايه بقى؟ وكده كل مصورين كلاس ايه اللي كنت شغال معاهم انا سبتهم. ف كده انا بقيت محشور جوه كلاس بي وكلاس سي. وبعدين كلاس ايه اللي كنت بنزل اوردراته يعني مش محشور ولا حاجه، ده ناس محترمه عادي وهياخدوا شغل مبسوطين بيه، وانت بتعمل احسن حاجه ليهم وكله مبسوط يعني. بس الفكره كلها ان هو كان هيدك عليا، كان هيدك. والفئه دي مريحه، انت فادي كان في التعامل خلاص، انت سورسك نضيف، فاحنا بنلون وبنرطش، كان مجهود بجد اقل بكتير. انا وقت المكتب كنت انا شغال مثلا 70% مع المصورين دول، 30% مع كلاس بي وكلاس سي. كان الموضوع مريح وكنا بنخلص شغل مبسوطين، وبجد كان الموضوع مريح قوي. لما بدات اتخصص بقى مع كلاس بي وكلاس سي عشان هم فاسين مقفوله مش عارف ايه، لا التيم تعب مني، الشغل كله 100% بقى معتمد الوان، بنقعد كتير قوي في اللايت روم، ريتاتش كتير قوي، فاحنا فعلا اتهلكنا. وانا كهشام كل شويه افتح بروفايلي كده، بروفايل معلوش شغل، كام اوردر كده وخلاص. فانا عارف انت تحس ان انت حد عمل لك ديليت لاسمك. فانا نفسيا كنت مخنوق جدا. طب انا عايز اعمل كورس، هقول للناس ايه؟ طيب يعني الناس اي حد عايز اقوله على كورس ادخل عندي مش هيلاقي عندي الوان جامده اعرف اسوق بيها لنفسي. مش عارف اعمل اصلا كاروسيل وتمبلت وديزاين الحاجات هعمل بقى دعايه للكورسات. الاوردرات كلها انا، فكان لحد الان الموضوع بقعد افتح في الارشيف كده اتفرج على صوري والواني، لان الحاجات دي انا كنت مميز بيها قوي يا فادي. يعني انا مش عايز اقولك انا رقم واحد، بس انا بحب الالوان قوي. فكنت بعمل الوان، انا وانا بلون الصوره انا عايش الحاله الرومانسيه بتاعت الكابل اللي في الصوره، انا عايش، انا حاسه بيحبها وهي بتحبه. فبقعد اعمل الوان كده، انا مبسوط. الالوان دي بالنسبه لي عيش، انا بقعد الون كده وانا في دماغي كده خيالات. فدايما الواني الاديتورز اللي كانوا موجودين ومصورين اللي هم مش عارفين الاوردر كانوا بيشيروا الاوردرات. ليه الاوردر حلو يتشير، انا هشيره. تخيل انت بتشير المنافس بتاعك من كتر ما الاوردر عاجبك. فدايما الموضوع ده كان ضاغطني نفسيا يعني. طب انت ليه مركز في الافراح بس؟ يعني ليه ما خدتش قرار؟ يعني انت فاهم قصدي؟ يعني ليه قلت انا هعمل الجزء ده من الافراح بس؟ طب ما بلاها افراح، يعني في مجالات تانية كتير. ليه يا هشام لسه لحد النهارده انت ماسك في الافراح؟ اشمعنى؟ هقول لك بقى. انا بقى من بعد السويتشات دي قررت ان انا قعدت كده مع نفسي، قلت هي الفلوس فين؟ حلو الصراحه. الفلوس فين؟ اوكي. اروح للكوميرشال والادفيرتايزنج، دخلت فيه شويه لقيت لا، الفلوس مش في الكوميرشال. لا مش في الكوميرشال ولا معلش بس عشان انا بشتغل يعني حاجات كوميرشال، والصوره بيدفع فيها ارقام تخض. الصوره ممكن توصل ل1000 جنيه في الصوره و3000 جنيه في الصوره. فليه بتقول الفلوس مش في الكوميرشال؟ طيب
الفلوس في الكوميرشال، انا هقول لك وجهة نظري بالنسبه لي انا. الفلوس مش في الكوميرشال. انا خدت منك دلوقتي مثلا 1000 جنيه في الصوره، قعدت فيها قد ايه؟ 8 ساعات. 8 ساعات. وهو اكيد انت مش هتديني صوره واحده، صوره تانية مثلا تالتة. تيم البيزنس الشغل انا الصوره دي كبر. محتاجه تفاصيل كتير قوي، وان لازم كل اللي شغال عليها يكون حد بروفيشنال. فدي ماشي. تمام كده. فدي محتاجه ان انا حتى لو هشغل تيم، انا اوريدي هقعد اراجع وراهم تاني وهشتغل تاني، ده غير الكومنت اللي هتيجي من الكلاينت نفسه. فيحسب عدد الساعات على تمن الاوردر. هتحس برضو ان الموضوع بالنسبه لي لا، انا عايز اكتر. يعني انت عايز تقول لي ان لو واحد عمل صورتين كوميرشال في اليوم، الصورة بفرنج 1500، مش هنقول 3 ولا هنقول 1000، مش هيعمل رقم محترم اخر الشهر ده وهو لوحده؟ كل يوم هيجيله صوره كوميرشال فيها 3000 جنيه في اليوم. يعني معرفش، ممكن السوق كبير، يعني السوق كبير، وهو لو اجتهد اكيد هيعمل ارقام مش وحش. طيب خلي بالك انا بفترض، انا مفيش امثله الناس قدامي، اللي بس انت بتدفع قول. الارقام دي قليلين جدا جدا في السوق. معظم اللي بيشتغلوا كوميرشال لا، يعني هم يتعدوا على الصوابع الكم مسوق اللي عنده اصلا. يعني مثلا عمر هيبدا، انا اكيد عنده شركه اديتور عنده شغالين معاه او شغال مع انا عمر ايجنسي. ايهاب من الناس اللي انا بحبها جدا، اه وان شاء الله اه يعني يجي معانا في ان شاء البودكاست الله. في يوم. فهو اكيد عنده تيم بتاعه. انا ما عنديش معلومه. فانت عشان تحافظ ان انت 30 يوم في الشهر يجي لك كل يوم شغل بالارقام دي، الموضوع ده استحاله. مم. استحاله يحصل. ده غير الكومنت. انت النهارده خلصت صورتين، ممكن بعد يومين يقول لك الكلاينت عنده مشكله فعايزين نعدل. مم. الكلاينت عنده مشكله فعايزين نعدل. الشغل طول الوقت انت مطالب انك انت تقعد تشتغل كتير قوي ومجهود كبير قوي قوي عشان خاطر تقدر تعمل البادجت اللي انت عايزها طول الشهر. بس خلينا نقول ان الكوميرشال يا اتش مش اعلانات رمضان بس، ومش الكامبينز البيل بوردز اللي في الشوارع. احنا عندنا بيزنس بورتريتس، وعندنا فاشن، يعني عندنا اي حاجه غير الافراح. وفي مجال جميل قوي بتاع الانتيرير والانتيرير طب ثانيه واحده، الانتيرير ده برضو بيدفع فيه ارقام مرعبه، لانه انت عارف بقى بيتصور 6 صور وساعات 10 صور و15 صوره، وركب بقى وظبط وحط الهايلايتد هنا وحط الشادوز هنا. فانا ما اعرفش، يعني انا بفترض ان لا اكيد في فلوس. بص ما هو بس هي كومفورت زون اكيد، يعني انت ارتحت في الحته دي وعرفت تعملها ازاي، فممكن الموضوع يبقى صعب تروح حته تانية وتسيب دي تماما او تقفلها. صح. هو المجال فيه فلوس. انا بقول لك من وجهة نظري انا كنت عايز فلوس اكتر. اوكي. انت مش فاهم. المجال فيه فلوس، بس انا حسبتها وقت ومجهود. قلت انا هلعب في حته اصيع، كورسات. ماشي. يعني المجال فيه فلوس، بس انا عشان احافظ على الفلوس دي والبادجت انا طول اليوم هفضل شغال. انا ما عنديش مشكله الانتيرير فيه فلوس. انا كنت باخد في الانتيرير ساعات في الصوره الواحده 700 جنيه. ان انا مالتي اكسبوجر وهقعد هيلينج وهغير وبروجكت كامل انا لسه من الحاجات دي. مشكله انا بنسى انزلها. يعني من اسبوعين كنت مخلص حته كافيه في دبي تحفه. كنت واخد في الصوره 700 جنيه. كان حوالي 30 صوره. اضرب بقى 30 في 700، المشاهدين هيعدوا ورانا. لا بس دي ارقام معروفه عشان لو حد داخل المجال يبقى عارف يعني. بالظبط. والشغل مثلا الصوره الادفيرتايزنج دي مثلا، يعني بتستارت ممكن الصوره مثلا 250 جنيه لحد ما انت طالع. حسب بقى هنعمل ايه في الصوره، لو فيها مانيبيوليشن او تركيب. بالزبط. لو في حاجات متصوره على حاجات. وخلي بالك معظم البروجكت الكبيره دلوقتي يبقى فيه 3 دي. الباك جراوند اصلا بتروح لحد بتاع 3 دي وانت بتاع ريتاتش بتخش ترطش وتدمج. البوسترات بتتقسم ليا وللجرافيك ديزاينر، اللي هو انا بيجي لي. انا كنت لسه مشارك في بوستر في رمضان، لسه ما نزلش ليه لسه. كان بتاع ريهام عبد الغفور وفي كام ممثل تاني كده معروفين يعني. انا بالصوره بتجيلي بعمل ريتاتش دوت جامبين، بظبط اضاءتها وبقصها سيلكت وببعتها للمصور تاني BNG. هو بياخدها بقى يديها للجرافيك ديزاين، دخلها لي بقى في الخلفيه وادمجها. فدايما البوسترات بتكون في 2 شغالين فيها، ممكن 3. حد تايبوجرافي خش بقى الفونتز هتتحط فين مش عارف ايه. في حد بقى في بوسترات بتبقى 1 مان شو، يعني حد مثلا هو مش محتاج ريتاتش قوي، فده الجرافيك ديزاينر هو اللي رطش وهو اللي دمج وهو اللي عمل تكست وكل حاجه. اوكي. بس المجالات فيها فلوس، بس كانت مشكلتي معاها ان انا محتاج كل يوم افضل محافظ على نفس الكواليتي ونفس العزيمه ونفس الشغل عشان اجيب فلوس معينه طول الشهر.
وانا مش هشتغل معاك انت بس ادفرتايزنج، هشتغل أوكي. مع فلان وفلان وفلان وكلهم ومشكلتي ايه في الادفرتايزنج؟ انا عايز الاوردر ده بكره، كلاينت عايز انزل الشوت، مستعجل. ده حقيقي. المصورين مثلا فاشن اوديتوريال ولا حاجه تبع الديفاكتو، انا كوليكشن الصيفي بتاع ديفاكتو الصيف اللي فات ده انا اللي عامله، احنا عايزين الحاجه اللي هتنزل على الويب سايت بكره. انا فضلت شغال لحد الساعه 4 الفجر. كنت واخد في الصوره ساعتها 300 جنيه. اوكي. شغل اندور متصور وانا بعمل ريتاتش ودوج امبن وتنظيف خلفيه وهكذا. فانا قعدت مع نفسي كده حسبتها الوقت، انا محتاج كل يوم اشتغل. طب انا افرض تعبت هعمل ايه؟ بس انت الشغل ده هيدك على دماغي، تعبت انا مش قادر، عايز اسافر، مراتي تعبت، عايز اقعد في البيت، الفلوس وقفت. طب وبعدين مش هينفع اجيب تيم. ليه؟ التيم مش هيعرف برضو يشتغل عشان الشغل ده فنيات قوي. اوكي. انا ممكن اجيب حد يقول نضف لي باك جراوند مش عارف ايه، هتفضل الصوره واقفه عليا برضو. طب ايه الحل؟ قلت انا هعمل كورسات بقى. ليه كورسات مكسبها احسن؟ انك تعلم الحاجه مكسبها اكتر من انك تعملها. اوكي. مين بيعمل كده؟ اللي هو الشاب الهندي ده مشهور قوي على مش فاكر اسمه ايه، بيكسن بيرفكت. على اليوتيوب. هو بيعلم بس وفتح ويب سايت وكده. قلت خلاص انا هركز في ده وهعلم. ايه اللي خلاني اخد القرار ده؟ ان انا لقيت نفسي ان انا شغوف جدا في ان انا احس ان انا اللي قدامي علمته معلومه وهو مبسوط. فدي نقطه اللي قلت خلاص انا هركز في الكورسات. في الكورسات مثلا انا اول ما بدات كورسات كان في اوفلاين، كان في 2021، كان ساعتها الفرد كان ب3.5. اوكي. دلوقتي كورساتي ب6.5 الفرد. فانا مثلا عملت الكورس ده مثلا بيبقى مثلا 5 ايام او 6 ايام، داخل له مثلا في 20 ساعه 25 ساعه مثلا، لو اليوم مثلا 4 ساعات. تلاقي نفسك ان انت مروح بمبلغ. طبعا. طب بس برضو موضوع معتمد عليك. حطيت بقى مجهودي كله فين بقى؟ انا هتعلم وابقى اب تو ديت دايما، وتسويق وماركتينج. هنا كانت سويتشاه بقى، انا لازم اتعلم التسويق والماركتينج، انا لازم اتعلم ازاي اجيب ناس عشان ياخدوا عندي كورسات. ما بقتش فوت اديتور بس، انا عايز ابقى كونتنت كرييشن، وعايز ادرس تسويق وماركتينج عشان ابدا اعمل اويرنس لنفسي، عشان ايه؟ ابقى انا القائد بتاع المجال، عشان ايه؟ الناس تبدا، اي حد عايز يخش المجال يجي لهشام اتش. اوكي. فهنا انا تارجت اودينس اوسع، وحاسس السوق أكتر. محتاج طبعا. لسه في ناس عايزه تتعلم وبتيجي تدفع طبعا. عادي وعايزه تقعد طبعا. طبعا. انا امبارح كنت في جروب كورس 12 فرد. حاليا انا الكورسات الاوفلاين بالتارجت المصورين اللي هم اوريدي في المجال. مصورين مش فوتو اديتورز. بيجي لي فوتو اديتورز، بس دايما مثلا لو الجروب مثلا 15 فرد تلاقي 3 اديتورز، الباقي مصورين. ليه؟ المصورين شعبيتهم اكبر في المجال بتاعنا. انا على مدار كده من 2020 لحد هو وقتنا هذا، انا كنت دايما كورسات الاوفلاين بالتارجت الفوتوغرافرز، اللي هو عايز يفهم المجال وعايز يعمل شغله بنفسه وعايز. طب دي كده نقطة كسبتني فلوس اكتر من ايه؟ من الفوتو اديتور. ان انا بقيت نفسي ان انا لا، انا الكورسات بتجيب لي فلوس اكتر ومجهود اقل. قول لي ان شغفك ابتدى يقل بقى وانت قاعد على الكمبيوتر من بعد الكورسات. انا ما بقيتش اهتم بان انا اقعد، بس انا لازم امارس عشان ما انساش المهنة، عشان اعرف اشرح. فبعمل ايه؟ باخد شغل على قدي. اوكي. ان لازم اخد شغل، فباخد شغل على قدي عشان اقدر ان انا امارس المهنه، عشان ابقى مواكب ايه اللي بيحصل، مش عارف المكتب تمام والتيم تمام. احنا لسه شغالين بيزك اديت زي ما احنا. اوكي. انا بالنسبه لي البيزك اديت ده مثلا ده انكم، مدخل لي فلوس، ما بدفع بيه جمعيات، ادفع بيه مثلا قسط الشقه اللي عليا، بس لا يقارن بالكورسات. اوكي. لا يقارن. كويس انك برضو سالتيني السؤال ده. احنا في 2025 السنه اللي هي اواخر 23 او في 24 مش فاكر بالظبط، احنا كنا شغالين حلو قوي طول سيزون الويدنج اللي هو الصيف، وكان وعندي 6 ريتاتشر شغالين معايا، والعجله شغاله الله ينور. يجي بقى في الاوف سيزون اللي هو زي الايام دي كده، شهر 11 12 واحد، عندي 6 محتاجين مرتبات. ده حقيقي. هعمل ايه؟ انا كنت بعمل اول كورسات هم في الاوف سيزون ال3 شهور في السنه. لقيت نفسي ان انا بدفع للتيم من مكسبي في الكورسات، لان انا مش مغطي طبعا احتياجاتهم في المرتبات. فقعدت مع نفسي تاني، قلت خلاص انا كده برضو شغال في سوق الويدنج، شغال
مده او مثلا 4 شهور في السنه. طب بقيه السنه ما انا هعمل ايه؟ قلت خلاص انا همشي ايه كام حد كده، مش همشيهم يعني. كان في ناس اصلا معايا شغاله معايا سيزون بس، اللي هو بينزل لي سيزون بس. فقلت له خلاص احنا ايه مش السيزون الجاي مش هنكمل. قلت خلاص انا هبدا احط بقى ان انا هعمل كورسات طول السنه، وركزت في ان انا عايز اعمل ويب سايت لنفسي. قلت انا هعمل ويب سايت بقى واكبر الموضوع، وبدل ما انا متارجت احنا مثلا في مصر 120 مليون نسمه، في مليون فوتوغرافرز، لا انا عايز اتارجت الشباب بقى. تعالى بقى ادخلكم في المجال. انا طول الوقت بدور الفلوس فين. اوكي. بدور عايز اعمل مجهود اقل، وقت اقل، وفلوس اكتر. اوكي. انا مش عايز اكون صنايعي، انا عايز اكون معلم. الصنايعي ده اللي بينزل كل يوم يشتغل. احنا اتكلمنا انا وانت في الموضوع ده قبل كده. أيوه. لا انا مش، انا عايز ابقى قاعد في بيتي كده، قاعد معاك في البودكاست، وفي كورس اونلاين بيتباع، اخلي فلوسي ادفع بيه احتياجاتي، عايز اقسط بيه عربيتي، فكل ده بيفرق معايا. فقلت خلاص انا هعمل، انا هحط تركيزي كله في الكورسات. فبقى عندي 2 بس شغالين معايا اوفلاين و2 اونلاين. مشيت ال6 اللي كانوا موجودين في المكتب، بقى في 2 بس. حطيت بقى كل تركيزي، خلاص بقى انا عايز اقعد واركز بقى. دي كانت سويتشات كانت تقيله قوي عليا، ليه؟ ان المكتب كان بيدخل لي فلوس. فقعدت مع مراتي وقلت لها بص احنا يعني ايه، هنصبر كده 2-3 في حاله تقشف شويه، لحد ما اللي انا بعمله على الاكونت بتاعي يبدا يرجع لي عائد. وصفيت التيم؟ صفيت التيم، بقى معايا 2 بس من ال6. ودول حاليا لسه موجودين ولا التيم ابتدى يكبر شويه دلوقتي؟ لا هم 2. انا عندي 2. أوكي. قلت لك انا مش مركز دلوقتي عن ان انا اخد شغل كتير في المكتب. اوكي. كفوتو اديتنج، انا عايز اركز ان انا اكون انستراكتور شاطر. وقلبت المكتب تدريب. كل الناس اللي بتاخد عندي كورسات اوفلاين دلوقتي بينزلوا تدريب في المكتب. فالاتنين اللي موجودين معايا، الشباب دول بقالهم معايا سنه، هم اللي هم اخر 2 بقوا دول بقالهم معايا سنه في المكتب، دول بقوا شغالين مشرفين على اللي بيجوا من الكورسات الاوفلاين ينزلوا تدريب عندي في المكتب. فقلبت المكتب ايه بقى تريننج. وبقيت تعمل كورساتك في المكتب؟ لا بقى ورك سبيس لسه ان شاء الله. الخطوه الجايه هعمل ده ان شاء الله. فحطيت بقى تركيزي كله في التسويق وفي الماركتينج، ان انا محتاج ان انا اعمل ريلز. انا معايا كاميرا سوني 6300 كروب فريم، كنت جايبها من بدري. بدات اصور، بدات اعمل كونتنت بتكلم فيه عن الايديت، تبقى انتليكس مش عارف ايه، واشرح للناس واعلم الناس. ده بيعمل معايا ايه؟ بيعرف الناس كلها ان انا راجل فوتو اديتور وبشرح. فلما اجي بقى اعلن عن كورس، الناس بتعمل ايه؟ بتجيلي. من ضمن الحاجات برضو اتعلمتها في التسويق، ان انت لما بتدي للشخص معلومه مفيده في ريلز، بيجي لك يدفع لك فيها فلوس. صح. فبدات اعمل كده، بدات ادي للناس معلومات حيه. كنت هنغمس شويه في ان انا مش محتاج ادي معلومات حيه على قد ما انا عايز ريتش والريلز يطرقع ويطلع ومش عارف ايه. لقيت نفسي ان انا ما بديش معلومات، حسيت ان ده مش انا. اللي هو نازل بيفور اند افتر مع ساوند وخلاص وشكرا. وده الحاجات دي الانستجرام بيوديها، ده حقيقي. بس طبعا انا فدت الناس بايه؟ يعني انا جالي 100,000 200,000 على ريلز، دول اتحولوا لفلوس؟ لا، مشاهدات بس. انا مش عايز كده. انا ممكن انزل ريل يجيب لي 3000 مشاهده، بس جالي منه واحد دخل سالني على كورس حجز معايا. صح. انا كده بالنسبه لي دان. فده كان التارجت بتاعي، انا هدي معلومات حيه، مش فارق معايا الريتش، بس فارق معايا الفلوس بتاعته. فبقيت بعمل محتوى 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 محتوى. ده عمل معايا ايه؟ كورساتي بقت بتتحجز اسرع، بحجز برايفت كتير الحمد لله. يعني انا افتكر برايفت ده اللي هو 1 to 1 واحد قاعد معانا، كنت قاعد معاه. اوكي. حد ده اكيد سعره اغلى بكتير من الكورس العادي. بالظبط طبعا. 1 to 1 فكره ان انت في كورس، انا عمري ما انا حاطه بين عندي على الفيسبوك عندي. الكورس ده انا حاجزه من غير اي سبونسر، من غير اي حاجه. الكورس ده كان سعره 5,500. انا اللي عملت له سيلز بالتليفون. نزلت ستوري ان في كورس فود اوديتنج الشهر الجاي، يلا ابعتوا لي التفاصيل. 17 فرد في 4 ايام، صرفتش عليه جنيه اعلانات. اوكي. اورجانيك. ليه؟ الريلز الناس متابعيني، الناس قاعده انا قاعد بعلمك من الريلز. لما انا بديك كورس بعمل معاك ايه. في 4 ايام انا كنت مقفل المجموعه. انا كان ممكن اجيب اكتر. انا عاوز الكورس كان فاضل عليه 2-3 اسبوع، بس انا مش هعرف اكفر اكتر من 17 فرد في الجروب، فوقفته. فخلاص انا بقيت حاطط بقى، خلاص انا عملت الجروب ده، بدات اشتغل اكتر، بدات ان انا اجيب فوتوغرافرز عندي جوه الكورس يصورني بكاميرا بروفيشنال.
اللي هو لا صورني بقى عشان عايز اعمل كونتنت يفيد الناس وتماركت بيه الكورس وماركت بيه الكورس اللي بعد وهكذا. فبدات ان انا اشتغل كورسات طول السنه. تحفه. بمعدل مثلا نقول دوره كل شهر ولا ساعات بعمل كل شهر، ساعات بعمل شهر وشهر. بتريح شهر وتعمل شهر؟ يعني توتال السنه 6 كورسات ولا ممكن مثلا اكتر؟ ممكن ممكن 6 كورسات. طبعا كل وانا شغال في الاوفلاين ده عندي بقى الويب سايت بتاعي نزلت عليه الكورس الاونلاين. الكورس الاونلاين ده بالنسبه لي مكسبه اكتر من الاوفلاين بقى. دي بقى كانت السويتشيه الاصيع. كلمنا احنا في الحوار ده. السويتشيه الاصيع اللي هو انا لا الكورس الاونلاين سعره قليل يبيع اكتر، وتحط فيه فيتشرز ان انت لا انت ممكن تتابع معايا وممكن نسال. عشان مثلا الناس في دايما في الاونلاين عندها مشكله انها بتشتري كونتنت بس مش لاقي حد تساله. صح. لا انت هتسالني، تتكلم معايا. فبقيت عامل زوم ميتنج كل شهر مع الناس اللي اشتروا الكورس. اسالني، قول لي انت واقف في ايه المعلومه اللي واقف فيها. وعامل امتحان صعب جدا. معظم الناس بتدي كورسات اونلاين مجرد ما انت بتخلص مشاهده بيجي لك الشهاده على الميل. لا انا مش كده. انا عامل لك امتحان، خش امتحن. لو انت صح هديك الشهاده. ليه؟ انا عايزك تحس بتعبك فاخدت الشهاده، فتحس بقى انك خدت الشهاده باستحقاق. مش اخدتش انت خلصت الفيديوهات ممكن تكون ما فهمتش حاجه. ليه؟ لان انا بعد كده انا الوي بقى هنا بقى فين بقى الجمدان كله فين. قلت لك انا طول الوقت بدور على الفلوس فين. انا اول كنت فوتو اديتنج، بعد كده كل تركيزي ان انا عايز اعمل كورسات. فاهم الرحله ماشيه فين؟ حاليا انا فين؟ لا انا كل تركيزي مع الشباب. تعالى شغلك اللي انت بتديهم الكورس. بقى انا دلوقتي بقى فوتو اديتنج، بعد كده بدي كورسات اوفلاين عشان اساعد المصورين. دي كانت فيها فلوس. اللي فيها فلوس اكتر فين بقى؟ لا انا بقيت اشتغل. تعالى اعرفك ان في مجال اسمه فوتو اديتنج وتعالى نشتغل. فانا كل الناس اللي اخدوا عندي كورسات في الفتره الاخيره دي بقيت بحاول اوفر لهم فرص شغل مع مصورين اللي بياخدوا عندي كورسات اونلاين. دول بعد كده كل حد اداله الشهاده رقمه معايا، فدي كلمني انا عايز حد محترف لايت روم. حاضر يا فادي يعني هجيب لك حد. فايه اللي حصل؟ انا هعمل اويرنس للشباب لو 20 سنه ده في كليه باش في شغلانه اسمها فوتو اديتنج تقدر تكسب منها مبلغ محترم كذا كذا كذا. وبدايه الكورس ب 1000 جنيه. ده مش رقم انا كهشام اتش، لا رقم على عدد. طبعا هو بالنسبه له 1000 جنيه وهتعلم وهاخد شهاده وهتشغلني او هشغلك. تحفه طبعا. فالمصورين فانا هنا طول الوقت بدور ايه التركايه اللي تخليني في نفس المجال اللي بحبه، ابقى اب تو ديت اعملها واوصل لفلوس اقوى واكبر واسرع. بس انت لما بتوفر فرصه شغل لحد من الفوتو اديتورز بتاخد منه نسبه او حاجه؟ لا دي حاجه انت بتعملها عشان تفيده او تساعده؟ بالظبط. ما خدش من حد النسبه. لا دي حاجه انا بحبها اعملها لله كده، ان هو يكلمني يقول لي ربنا يبارك لك انا خدت الكورس واستفدت ومش عارف ايه. فدي حاجه بالنسبه لي اعلى من قيمه الفلوس اصلا. طبعا. في موضه كده هشام انه الفوتو اديتور بيقعد سنه سنتين ويشتري كاميرا وينزل يصور ويسيب الفوتو اديتور. يعني ده بجد انا حصلت معايا. انا بصور من زمان مع حوالي 3 من اللي اشتغلوا معايا. قال لك يا باشا انا زهقت من قعده المكتب وانت راميني بالحرف انت راميني في المكتب وقاعد انت بتصور وبتشوف ناس وبتاع وانا ما بقيتش طايق الدنيا. فانا تمام. طبعا دلوقتي هم بقوا عزوه، يعني بقى في بيشجعوا بعض وناس كتير قاعده مع بعض وبناكل مع بعض ونطلع الجنينه ما اعرفش نعمل ايه. فشويه الموضوع اختلف. بس زمان المكتب اللي فات واللي قبل ده بالحرف كده انت مش حاسس بينا. يعني انا قاعد على الكمبيوتر وشي في وش الكمبيوتر ليل نهار، وكان عندي دايما واحد، ما كانش عندي اكتر من كده يعني. فكلهم اشتغلوا جابوا كاميرا ونزلوا يصوروا. هو بالنسبه له سيبك بقى من الفلوس، هو طبعا فلوس التصوير بالنسبه له برضو اكتر، بس هو عايز يشوف ناس ويروح ويجي ومش مشكله يبوظ الصور يعني مش فارقه. بس هو عايز يرمي نفسه كده في المجال ده ويبطل يقعد على الكمبيوتر. دي نقطه حلوه قوي اللي انت اتكلمت فيها دي. شايف جدا الموضوع ده ازاي بقى؟ انا اتقال لي كتير قوي انت ليه مش هتصور. عايز اقول لك الفتره كنت هعمل كده، كنت زهقت من الايديت برضو واتخنقت وجالي اكتئاب. وقلت خلاص انا مش قادر اقعد على الجهاز تاني، انا هصور. وكنت هعمل كده. بس طبعا قلت لك ان انا طول الوقت انا معايا لايف كوتش، معايا دكتور نفسي بتكلم معاهم. كلمته قلت له انا مكتئب من الشغل، مش قادر اقعد على الجهاز ومخنوق جدا طلعت المشكله مش في المجال نفسه، مش كانت فيا انا مش عامل لنفسي حياه. انا طول الوقت قاعد على الجهاز. طب انت ليه ما بتخرجش؟ ليه مش بتروح الجيم؟ ليه مش بتنزل؟ ليه مش عامل لنفسك يومين اجازه؟ ليه لما بدات اعمل كده خلاص ما بقيش زهقان من الايديت. ايه اللي خليني زهقان؟ ايه اللي خلى الايديتور يروح للمصور؟ هو زهقان عايز يشوف بني ادمين.
ما تنزل تشوفهم من غير ما تسيب شغلك. صح. انزل روح شوف صحاب، انزل جيم، انزل اعمل لنفسك عدد ساعات معين. انا من 9 الصبح لكذا انا قاعد شغال مش همسك التليفون، من 6 لكذا خلاص انا هقعد ان شاء الله هقعد على القهوه اكلم نفسي. فبقيت اعمل لنفسي حياه. وده حقيقي، لان انا بلمس دايما دوت في الناس ان هو ال8 ساعات اللي هو معايا فيهم هو تمام وكل حاجه، بس دايما يعني ايا كان بقى اللي بياخدوا 8 10 12 في الشهر عايز اكتر، طبيعي طموحاته اعلى وكل حاجه، فبيروح البيت يشتغل بالظبط ويقعد على الكمبيوتر بتاعه وياخد اوردرات من الناس. فمنهم اللي بيحب الايديتنج ومستحمل وعنده تارجت عايز يعمله وعايز يوصل لحاجه كويسه، فبيحاول يوفر اكبر فلوس يقدر يدخلها في الشهر. وفي اللي بيبقى بيكراش خلاص مش قادر، طهق من المكتب وطهق من البيت بالظبط، بيجيله اكتئاب، عايز يجيله اكتئاب. صح طبعا صح. فلازم البني ادم ما عنديش مشكله انك تضغط وتزود دخلك المادي، بس في مثل يقول لك يجري البني ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. فانت عندنا يقول لك وجسدك عليك حق، انت نفسك دي لازم تراعيها وتهتم بيها. يعني انا من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها يقول لك اول ما تبدا يومك حط نفسك في اول اولوياتك، هترتاح بقيه يومك. انا النهارده انا بصحى الصبح، ايه الحاجه اللي هعملها ليا انا هتبسطني؟ عندي مثلا في حد جنبي المكتب عندي بيبيع قهوه لوتس، هشرب القهوه اللوتس بتاعتي. بعد كده ممكن اشوف ايه اللي انا ممكن اعمله. بحب كده ابدا شغل عشان ابدا شغلي بنفس. مخطط ان انا النهارده انا شغال مضغوط، بس تالت يوم هروح اخرج هقعد في مكان جديد، ممكن اخد لابتوبي واروح اقعد في حته تانية. لما بحط نفسي دايما الاول بعمل شغل حلو جدا جدا الاول على مدار. بص انا بقول لك الموضوع ده دفعت فيه فلوس وتعبت عشان اكتشفه. انا كنت بحط دايما شغل اولوياتي. ليه بقى؟ انا بالنسبه لي الفوتو اديتنج ده هو اللي نقلني من حاله الفقر لحاله الغنى. فمحدش يقول لي ما تقعدش على الجهاز. انا من ضمن مشاكل مع مراتي ان انا كنت بسيبها واقعد شغال طول الوقت تكلمني في الشغل. انا بحب الشغل اكتر منك. انا الفوتو اديتنج ده اللي خلاني ما بقتش فقير وبقى معايا فلوس واللي انا عايزه بجيبه. فبالنسبه لي الفوتو اديتنج ده انا طول الوقت عايز اشتغل، طول الوقت خايف ارجع للحاله اللي انا كنت فيها. فطول الوقت انا اكستريم بقى شغل شغل شغل، وعايز دايما ابقى اب تو ديت ودايما يتقال عليا رقم واحد ودايما مش عارف ايه. ما هو كنت مهووس بيه، مهووس لحد ما جالي اكتئاب. حاسس انا مش طايقه، مش قادر اقعد على الجهاز، جالي اكتئاب. متعصب على مراتي في البيت، متعصب على ابني، متعصب على التيم. ليه؟ لان انا نسيت نفسي. طب انت عمال تقول كل شويه الفلوس فين الفلوس فين وده الحاجه اللي بتحركك وكل حاجه. انت شايف يا هشام يعني انت شايف الفلوس دي ازاي؟ يعني في رقم معين لو وصلت له انت كده تمام؟ لا مش فكره رقم معين، فكره ان انا ابقى مؤمن ماديا. ما عنديش مشكله في احتياجاتي المهمه. تفتكر ده يبقى بكام يعني؟ لا ما اعرفش ده بكام، بس الفكره كلها ان انا مش بسعى لرقم معين. بس انت عارف التضخم اللي بيحصل في البلد، الحاجه كلها دايما بتزيد، فانا دايما لازم ابقى بزيد مع الحاجه دي. اوكي. الفكره ان انا ابقى ثابت على رقم معين دي بالنسبه لي مشكله. ال1000 جنيه النهارده تحس انها 200 جنيه. اوكي. فدايما انا محتاج دايما ابقى بجروث ان انا لا انا النهارده بدخل جنيه، كمان 6 شهور محتاج ادخل جنيه ونص، محتاج ادخل 2 جنيه، عشان دايما ابقى مواكب الغلاء اللي بيحصل في الكوكب عموما مش في البلد. وبتستثمر في حاجه او يعني لو انت بيجيلك كميه فلوس مره واحده، وده عامه في المجال بتاعنا كلنا سواء مصورين فوتو اديتورز، احنا ما لناش مرتب. ففي هتلاقي فيه في شهر دخلك رقم محترم وشهر تاني لا. لما يجيلك رقم محترم اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ بيجيلي رقم محترم طبعا. يعني احنا في الدين عندنا انا لازم اطلع صدقات دايما عشان خاطر ربنا يبارك في الفلوس دي تزيد. وانا من النوع اللي بحب اشيل ذهب عشان اسيب لحد ما يجيلي فكره في دماغي معينه ممكن احط فيها فلوس. الفكره دي لسه ما جاتليش انا حاليا. يعني انا مثلا اخر فلوس كنت محوشها مثلا اللي هي الكلام ده كان من سنه، طلعتها حطيتها في الويب سايت. ده مشروعي. يعني انا خلال الفوتو اديتنج مثلا كنت بطلع فلوس كنت بشيلها مثلا في ذهب. قررت اعمل الويب سايت بيصرف، ممكن يصرف له مثلا 60,000 جنيه ولا حاجه، عشان انت عايز تجيب دومين وعايز ومبرمج. انا جايب مبرمج عامل لي كل حاجه من A to Z. المبرمج ده بياخد فلوس الحاجات اللي بتحصل فيه. طب انا عايز اصور كورس اونلاين، فجبت فوتوغرافرز يصورني بياخد مبلغ. المونتاج كل دي مبلغ. بتصرف فلوسك في شغلك يعني مبلغ. اكتر حاجه. انا صارف حوالي 70,000 جنيه كده على الويب سايت بالتصوير بكل حاجه. فدول طلعتهم منين؟ من الفلوس اللي كنت شايلها طبعا، حطيتهم. ده بالنسبه لي مشروع. بعد كده الويب سايت بقى بيصرف على نفسه بس. شايف الاي اي بقى ازاي الفتره الاخيره في الفوتو اديتنج؟ عشان ده حته خطيره يعني. بتستخدمه او بتعتمد عليه دلوقتي بنسبه قد ايه؟ حاسس ان هو لو اتطور ممكن يلغي ايه وما يلغيش ايه؟ بص الاي اي حاليا هو بيساعدني في حاجات، في خطوات في الريتاتش. يعني في بلجن
اسمها ريتاتش فور مي، عارف بتعمل هيلينج وبتعمل حاجه اسمها لوكال دوج اند بيرن كده، بتخلي الوش. بس طبعا هي لو انا مش فاهم الموضوع ماشي ازاي، فالبلجن او الاي اي ده اللي موجود هو اللي هيبقى ماشيني. فهو ساعات بيعمل غلطات، فالغلطات دي انا لو انا مش فاهم الموضوع مش هعرف اصلحها. صح. يعني انا النقطه اللي انا في الكورسات عندي، انا ما بشرحش تكنيك على قد ما بغير دماغك. تعالى افهمك الموضوع عشان ايا كان ايه اللي هيحصل تبقى انت فاهم. اوكي. والله احنا صحينا الصبح بكره هنشتغل بطريقه معينه، فانت فاهم الاصل فين. عارف انت راجل مصور فاهم اضاءه، هتصور بالكاميرا، تصور بالتليفون، تصور بالتليفون ارضي، هتعرف تصور. صح. ليه؟ لان انت فاهم يعني ايه صوره، يعني ايه ظل ونور. طب انا مش فاهم ايه ظل ونور، وقالوا لي الكاميرا دي بتصور على طول على الجهاز، مش محتاج تعمل حاجه. لو هي بوظت لك الظل والنور بتاعك ما انت مش فاهم، هتقول لها اوكي هم قالوا لي ان الكاميرا دي بتطلع الحاجه حلوه. صح. فحاليا انت انا كل الشغل كله ان انا اغير مفهومك وافهمك الاساس ماشي ازاي، عشان مع تطور الاي اي تقدر ان انت تعرف الاي اي ده بيديك الحاجه صح ولا غلط. حاليا في وقتنا هذا احنا بنعمل بودكاست، الاي اي مرتكز معايا في خطوات قليله بس. يعني مثلا الاي اي في اللايت روم هو مش بيلون لي الصوره، انا كل حاجه بعملها، بس بقى في ماسكات اللي هو مثلا ايه، انت دلوقتي انت شايف ان انت محتاج تكونتراست السبجكت، فانا ساعدتك بالاي اي ان انت تسلكت عليه بسرعه. طب انا واحد ما عنديش مايند سيت ومش فاهم ان الوش ده اصلا محتاج كونتراست، اوريدي انا مش هعرف اتحرك، مش هستخدمه اصلا. في الفوتوشوب الاي اي دخل فين؟ الاي اي دخل بس في الجنريتيف فيل، ان انا بيساعدني بس ان انا اعمل هيلينج باك جراوند. بس اختراع. بيساعدني جدا في الاختراع، بيساعدني جدا ان انا اعمل هيلينج للباك جراوند. ده لسه معوج فهعدله هيلينج. لكن مين اللي بيلون، مين اللي بيوزع طبعًا. اضاءه؟ طبعًا. انا. بس انا حاسس ان هي جايه. لا بقى في برنامج كان اسمه، في مصور من ولا ما فاكر اسمه ايه، بتاع جنج اسمه روميو باين او رومير، مش فاكر اسمه روميو. ايه. يس روميو. اسكندراني. روميو صح. قال لي اسمه برنامج اسمه افتر شوت. طبعا افتر شوت. هو قال لي انا برفع له الكتالوج، بترفع عليه 3000 صوره، بتعمل ليرنينج ماشين، فهو بيفهم انت بتعمل ايه بالظبط في الكوليكشن بتاعك او في الصور، بعد كده هو بيبدا يلون لك. ده حقيقي. قال لي جربه هينفع. انا لحد لسه ما خدتش التجربه، ومش عايز اقول لك يعني ايه، متردد، انا خايف اخدها يطلع الموضوع فعلا. حابب اقف قدام نفسي كده اللي هو ايه ده، احنا نعمل ايه بعد كده. اصلا فاهم هو بيعمل ايه؟ افتر شوت ده العبقريه فين؟ العبقريه ان انت بتدخل له 3 كتالوجات بالايديت بتاعك. فهو بقى العبقريه في ان هو بيشوف انت امتى عملت كروب لما لقيت ايه بالظبط. يبتدي ياخد منك داتا. انت لما بتلاقي الصوره دي بتعمل كروب بالطريقه دي، لما بتلاقي الهايلايت ده بتعمل اللون ده، لما بتلاقي الصوره في البورتريات مش عارف ازاي بتعمل ايه. فتديله 3-4 كتالوجات، وكده تقوم مديله بقى كتالوج هو يعمله، بيفهم الداتا اللي انت بتشتغل عليها. بس طبعا 3 كتالوجات يكونوا مظبوطين، مش غلط. بس كل اللي اشتغل عليهم بيقولوا دايما الفلتريشن يعني مش دايما اظبط حاجه. انا اول ما اشتغلت بيه كنت شغال بيه في الفلتريشن فعلا. بعد كده هو بس محتاج مراجعه متهيألي، ما كانش 100% بيرفكت يعني. وبس الايديتنج في ناس كتير بتقول ابتدى الموضوع يبقى جامد يعني. انا متحمس اجربه السيزون اللي جاي، وانا برضو متحمس ان انا اخد التجربه دي واجربه. بس برضو احنا هنا وقفنا في نقطه ايه، مين اللي هيرفع البرنامج ده الكتالوج؟ لازم يكون فاهم. صح. مش هرفع له الكتالوج. صح. عشان انت ما عنديش مشكله ان انت ترفع البرنامج الكتالوج وتخلي الاي الروبوت ده والاي ده يساعدك. بس مين اللي هيرفع له الكتالوج ويدي له اضاءه مظبوطه، الوان مظبوطه؟ لازم اكون انا فاهم عشان ارفع الافتر شوت الكتالوج. ده حقيقي. فكده كده هتجي تاخد كورس برضه. ده حقيقي. بس عايز اقول لك برضو انه في اوبشن عظيم، ان هو مديك حاجات اوريدي جاهزه. يعني لو انت مصور، هو بيقول لك كده، لو انت مصور ما عندكش اوريدي بريسيت معين بتشتغل بيه، انا عندي اوريدي مصورين عاملين كتالوجات، لو عايزهم دوس عليهم، تاخد الالوان بتاعتهم زي ما هي. ممكن بقى يبقى بفلوس ازيد او حاجه، لسه هكتشف. بس الاي اي انا منبهر يعني. انا منبهر من شات جي بي تي. يعني شات جي بي تي دخلت بقيت بقضي عليه وقت يعني. دخلت في مره سالت الاي اي، قلت له انت تعرف الفينش ستايل؟ قال لي اعرفه. قلت له طب تعرف تقول لي، هديك صوره، جبت له صوره بتاعت منجاوي، اوكي، سكرين شوت، بعت قلت له تعرف تقول لي الصوره دي معموله ازاي؟ يعني اديني السيتنج بتاعتها على اللايت روم. حلل الصوره وجاب لي السيتنج بتاعتها. طبعا هي السيتنج مش مظبوطه، وقال لي على بريسيتس قريبه من اللون ده، واداني شويه نصايح في ان انا عايز اطلع نفس البريسيت ده اصور في وقت الساعه كام والمود كذا ومش عارف ايه. فهو اداني زقه حلوه. بس طبعا انا عشان انا فاهم في اللايت روم، فالسيتنج اللي هو عملها دي ما تطلعش اللون ده. أوكي. بس هو انا حاسه مع التطور
ممكن فعلا بعد كده انا اديله لون اقول له حلل لي اللون ده جه ازاي باللايت روم. متاكد انه مع الابديت ممكن يجيب السيتنج بالظبط. انا متخيل ان دي حاجه هتحصل قريب جدا جدا يعني. فدايما انت لازم، انت برضو كده لازم تتطور مع المجال. بس في نقطه بقى مهمه قوي قوي يا فادي، يعني يمكن محدش بيطلع يتكلم فيها كتير. تطور المجال وسهولته بيطلع جيل خمول كسول. اوكي. يعني انا بيخش ده بجد. دخل لي من 3 اسابيع في المكتب كلاينت بيقول معايا صور عايز اعملها ابيض واسود بجد، والله العظيم بجد كنت عايز اعمل لها ريل ونسيت. عايز اعمل الاوردر فقلت له انت برد يقول لي يا فندم ابيض واسود يعني انت ممكن تعملها بالتليفون. قال ما انا عايز اعمل لها ريتاتش برضه. وفي حد ممكن يقول لي اعمل لنا بريسيت ابيض واسود. انت عايزني اعمل لك بريسيت ابيض واسود وابيعه لك؟ فالجيل مع تطور الحاجه ان تكون الحاجه سهله قوي قوي والعلم بقى كتير جدا جدا، فبرضه الناس عايزه حد ياخد المعلومه يحطها لها بقها. فانت برضه هتفضل ان انت طول ما انت الجيل بتاعنا القديم هو اللي بيذاكر وهو اللي بي اب تو ديت، هتفضل برضه في ناس محتاجاك. في ناس برضه مش عارفه تعمل الحاجه، في ناس برضه لسه عطلانه. يعني شوف الفوتوشوب من في 4 سنين اتطور ازاي، لسه في ناس بتتعلم، لسه في ناس مش عارفه تفتح البرنامج، مش عارفه اصلا الناس تجيب البرامج منين. فلا انا شايف ان هنفضل برضو احنا موجودين في السوق وبنعلم الناس وبنواجه الناس 100%. مفيش مجال هندسه 100% طبعا بالاي اي، بالعكس بحس ان هي اداه مساعده تساعدك تطور شغلك وتخليك راجل بتعمل شغلك بشكل اكبر، فده 100%. طيب عايز اخليك تقول نصيحه او نصايح عامه للمصورين. انت بتشوف كل البلاوي عندك محدش بيشوفها. يعني كلاينت ما بيشوفش اللي انت بتشوفه، كلاينت بيشوف اللي انت بتطلعه او اللي الاديتور بيطلعه ايا كان هو مين. فلو عايز تدي نصيحه لحد سواء مبتدئ سواء عنده مشاكل، يعني اكبر مشاكل بتقابلك ايه في الصور اللي انت بتعمل عليها اديتنج، حابب تقول هي حاجه للمصورين؟ والله بص، هم المصورين يعني احنا عندنا مشكله كنت مكلمك فيها قبل كده، ان في اجيال كتير قوي قوي طلعت جابت كاميرات بس احنا ما عندناش كورسات قويه تساعد المصورين. دي مشكله. انتظرني. انا مستنيك تعمل كورسات فعلا. ان شاء الله. عندنا جاب كبير قوي في الموضوع ده، يعني معظم الجيل انت وكريم والجيل بتاعكوا ده كله انتوا خدتوا المهاره والمهنه واشتغلتوا بيها. محدش بيعمل بقى كورسات قويه. كل الاجيال الجديده عندهم مشاكل جامده جدا في الايزو والشطر، في التكوينات، يوقف فين، يعمل ايه، مش عارف يتعامل مع الكلاينت، مش عارف يزود باكجات، ومش عارف المفروض مين اللي يقول له كده؟ حد مصور بقى له خبره 10 15 سنه. فاحنا عندنا مشكله ان هو ما فيش عقليه مصور. هو جاب كاميرا والكاميرا منه لسه مساعداه شويه، اخد له كام معلومه من كام واحد صاحبه وهو نزل يصور وعمل بيج فلان فلاني فوتوغرافر. فلا اللي جاب كبير قوي. عندنا مشاكل كبيره جدا في التكوينات. انا بشوف صور مش مظبوطه خالص خالص، لا اضاءه ولا ظل ولا نور ولا تكوين ولا اي حاجه. دي نقطه بالنسبه للتصوير. بالنسبه تاني انا نصايح للمصورين ايه؟ انت مصور حاجه انت راجل فريلانسنج، فانت محتاج تتعلم تسويق وماركتينج، ومحتاج تتعلم يعني ايه بيرسونال براندنج. العميل اللي بيجي يديك فلوس ده عشان يطلعها من جيبه ويديها لك، هو فلترك في مليون حاجه. مش هيطلعك في جنين كده ويديهولك، هو عمل سيرش عنك وقارنك من مليون واحد غيرك. فانت محتاج تبقى انت عارف نقط قوتك فين، محتاج تشتغل على شخصيتك، على لبسك، على كاريزمتك، عشان خاطر العميل بيشتريك انت قبل ما يشتري شغلك كتصوير. بقى انت هتديله ألبومين ايه ولا هتديله ايه؟ صدقني العميل والله ما فارق معاه كل الكلام ده. صح. انا عايز اقول لك انا حاجه كده غريبه حصلت معايا لما بدات اعمل فيديوهات التصوير على القناه بتاعتي على اليوتيوب 2020. مفيش افراح، فكان خطه بديله نحاول نعمل حاجه نتسلى فيها وتبقى لذيذه، وانا بحب التريننج والتدريس من زمان. عايز اقول لك انه افراحي زادت بشكل ملحوظ بعد القناه بتاعتي على اليوتيوب وبعد الفيديوهات اللي بدات انزلها. افراحي انا اصلا القناه بكلم بيها مصورين، يعني انا بكلم الناس وبشرح بيزكس بتاعه التصوير. 5-4 فيديوهات، تكوينات، اضاءه، معرفش حاجات بسيطه خالص، اعدادات الكاميرا. افراحي زادت. ليه بقى؟ اكتشفت ده مع الوقت انه العريس والعروسه، لان انا اكتر حاجه بعملها هي الافراح، لما بيشوفوا اللي بيصورهم بيدرس او بيعلم اللي هو بيعمله، بيتحط في عينيهم في حته صح اكتر من اي حد تاني. برافو. صح. ففرقت معايا جدا جدا جدا. وعايز اقول لك انا طبعا انقطعت بقى شويه لظروف ما والخلفه ومش عارف المكتب وتوضيب المكتب خد وقت كتير، بس خلاص انا السنه دي ان شاء الله خلاص يعني في ورشه بتاعه الاضاءه هتبقى الشهر الجاي ان شاء الله.
وغالبا هتكمل لاخر السنه، هيبقى يوم ثابت او يومين ثابتين في الاسبوع بعمل فيها الورشه دي 6 ساعات. وهيبقى فيه طبعا كورس الاونلاين اللي حكيت لك عليه، يعني بجهز فيه بقى لي فتره طويله. الموضوع ده فارق في الشغل، مش بس ان انا بدخل فلوس كورسات. صح. يعني انت كمان في شغلك اتحطيت في حته، زي ما انت كنت بتقول من شويه، انت بقيت بايونير او بقيت زي ايقونه للحته بتاعه التدريس بتاعه التصوير، وخصوصا كمان لو انت فاهم وبجد بتقول يعني انا مارس وبقول لك معلومه بجد، مش بتقول حاجه تكسب بيها فيوز ولا حاجه، ده بجد حقيقيه. صح. لو في جزء اكاديمي انت مذاكره او مشتريه، الموضوع ده فارق موت، وشجع اي حد عليه في اي مجال. انا كنت واخد كورس في البيرسونال براندنج، كان بيقول كده، بيقول يا جماعه انا لما اطلع اعلم العملاء بتوعي، هم كان بيدي مثال على جزم مثلا، يقول لك انا لما اطلع اعلم العملاء بتوعي يفرق ازاي ما بين الجزمه دي والجزمه دي، ودي جيل طبيعي ودي مش جيل طبيعي. فطبيعي اول ما يقرر يشتري جزمه، انا ليه اروح واجي اسالك الجزمه دي صح ولا لا؟ انا هشتري من عندك. فانت لما تطلع تديني تيبس اند تريكس، يا عروسه انت تصوري كذا والكروبات والمصور مش عارف ايه، فلما يوم اجي اصور فرحي ما انا هاجي لك انت. والانستجرام واليوتيوب لو انت بتتكلم في المحتوى ده هيروح لكل عروسه هي فعلا مهتمه ان في فرح. صح 100%. بس رسم لنفسك ايه الفتره اللي جايه في حياتك، يعني ايه البروجكتس الكبيره، او انت طموحاتك ايه للفتره اللي جايه، 5 سنين 10 سنين مثلا؟ بص انا شغال على الويب سايت، بالنسبه لي الاونلاين هيبقى هو حاطط فيه كل تركيزي. الفتره الجايه هبدا اصور كورسات بقى، انا حاليا الويب سايت عليه كورس لايت روم بس. هبدا اصور بقى لايت روم للفينتش ستايل اللي هو الادفانسد، اصور فوتوشوب، اصور حاجات بقى كل حاجه ما يخص الادفرتايزنج، الانتيرير. هخلي الويب سايت ده اي حد عايز يخش في مجال الفوتو اديتنج ده هو الباب بتاعه. حلو قوي. احنا طيب. التصوير اتفقنا هنا خلاص. ان شاء الله. ده هو الباب بتاعه. دخلت انت، انا بقى مهمتي ايه؟ حاجتين، ان انا اعمل دعايه للويب سايت، وان انا هبقى وظيفتي انا هبقى الوسيط ما بين الناس دي والمصورين، عشان اشغلهم. يعني انا هبدا بعد كده، بعد ما اخلص الكورسات اصورها، انا هبدا اطلع مش هتكلم بقى في الفوتوشوب وفي اللايت روم اكتر ما انا هبقى كلامي على التيك توك مثلا مع الشباب، تعالى شغلك. تعالى في شغلانه اسمها فوتو اديتنج ومكسبها حلو. هبدا ان انا اعمل ديل مع المصورين، ان هو يلا انت مصور، طب يلا انت محتاج اديتور عندك في المكتب، انت منين؟ يعني حاول اجيب داتا المصورين كلها، دي حاجه انا هظبطها مع المبرمج، ان احنا نعرف كل المصورين بقى انت محتاج اديتور فين، في المحله مثلا. طب انا اعرف مثلا في 40 واحد من المحله عايزين حد نتورك خطيره في مصر. هبدا اعمل نتورك جامده جدا ما بين الفوتوغرافرز وما بين الاديتورز، ولنك ببعض، وانا اللي هبقى مسؤول ان انا الناس دي اخدت عندي كورس، اخدت عندي شهادات، والناس دي انا واثق فيها، وايه، وهلنكم بالمصورين. طيب هل الفكره دي ناجحه ولا مش ناجحه؟ ايه اللي خلاني اخد خطوه تجاهها؟ يقول لك سهل قوي، يعني المصورين كتير جدا، الاديتورز لا. طب في اديتورز كتير قوي شاطرين بيطلعوا على الفيسبوك انا اديتورز وعايز اشتغل. للاسف هو مش هيشتغل كده. مفيش مصور هيبعت لك شغل غير لما تبقى انت حد ثقه. صح. فانت كمصور هتاخد الثقه منين؟ لما انا كهشام اتش اقول لك الراجل ده تمام، واخد عندي شهاده، فدوس خلاص، انت هتدوس من غير ما تفكر. فانا بالنسبه لي هبقى زي بيقولوا ايه، كوبري الثقه. انا هلنكم ببعض واثق فيكم، وهديكم حمايه ان انتوا خلاص احنا ضن، وهبعت لك بدل الريتاتشر 2. فانا مجال الفوتوغرافرز كله انا هشغله. الخطه اللي بعد كده بقى اللي جايه ان شاء الله، ان انا على الويب سايت بتاعي ده هقلبه يبقى زي اب وورك كده. حلو قوي. ان الاديتورز دول هنفع لهم بروفايلات عندي على الويب سايت. طف خلاص يا باشا، انت بعد كده انت كفادي مثلا عايز ناس تثق فيها وناس شاطره، واوريدي انت عارف انهم اخدوا كورسات، مش هاوي، هتخش تجيبه من الويب سايت عندي. يبقى فيه طبعا كات او برسنتج ليك، وهو يكسب وكله يكسب. بالظبط. على نطاق مصر بقى، على نطاق مصر والوطن العربي بقى، ان ده موقع عربي منظم. في اب وورك بيعمل كده، بس الهنود بقى وكبير قوي. فانت انت كفادي عمرك ما تخش الاب وورك تجيب حد يلون لك ويدنج ولا يعمل لك شغل انتيرير هنا، بس انت عارف ان هشام صاحبك اللي موجود في مصر معاك في الويب سايت. صح. انا هعمل على الاقل، انت عارف انت لما يحصل مشكله في الويب سايت انت عارف هتروح تكلم هشام. عارف الحته دي بتديك ان انت تثق. عشان كده انت مسمي الويب سايت باسمك، مش عايز مش عايز تعمل انا البراند. اوكي. انا ده اللي بشتغل عليه. انا اتعاملت مع نفسي دايما ان انا عايز دايما هشام اتش. يعني حاليا شغال مع السي او اللي هو عايزين اي حد بيكتب كورس ايديت انا لازم اطلع له. دي لسه فيها شغل كتير قوي على الويب سايت طبعا. بس
بالتوفيق يا اتش. ويعني الواحد مش بيشبع من الكلام معاك دايما، بحس على طول فاهم افكار كده وعمالين ننكش بعض في دماغنا. فالوقت عدى وحاسس ان انا يعني لا تاني، بس حاسس هبعد المايك بقى ونحكي احنا بعد البودكاست. نورتني انا مبسوط جدا والله، مبسوط جدا ان انا معاك. ان شاء الله الناس اللي تتفرج على البودكاست يعني ان شاء الله اتمنى يكونوا يستفادوا يعني ان شاء الله، ويجوا لك بقى على الويب سايت يشوفوا القصه عندك بتقول ايه. ان شاء الله. حبيبي يا فادي، حبيبي.